سيد عبد الرحيم العيسوي. ما شاء الله ما شاء الله. ده ايه الجمال ده يا سيد بيه؟ عقارات واراضي وسيارات ومصوغات، ده كل ده من مرتبك كموظف في الحكومه يا راجل يا طيب؟ تصدق بايه جنابك؟ قول ونعم بالله. ونعم بالله. انا شخصيا مش عارف كل النعمه اللي انا فيها دي منين. انا حاسس اني ما استاهلش، لكن تقول ايه بقى؟ ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب. ولا نسال يا ابراهيم؟ لا ما تسالش يا استاذ نسال سيد. بقى ويبقى ركبنا الوزن. اسكت. انت بتتكلم بصفتك ايه دلوقتي؟ قول له الحته اللي حفظتها لك. بصفتي مسؤول الشؤون القانونيه مع استاذ سيد انتيمي. يعني انت المحامي بتاعه؟ لا ما تدلوش اكبر من قدره كده. لا ده هو انا بقول الكلام وهو بيقول حاجات صغيره في النص كده دمها خفيف. طب ما افهم. لا تسمع. سيد بيه، انت دلوقتي جاي عشان نحقق معاك ونعرف الاملاك اللي عندك دي من اين لك هذا؟ جات لك منين؟ رشاوي ولا عمولات ولا ايه بالظبط؟ شوف جنابك، انا كل ما املك من الدنيا، ولو ان الواحد ما يملكش حاجه. النبي تملك كتير. لا والله ده احنا امناء عن نعمه. تملك باخلاقك. انا كل ما املك من الدنيا من عرق جبيني، واذا كان فيه رفايع ولا حاجات صغيره كده فهي كلها في اطار الهديه اللي بتبقى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض. والنبي قال لك تهادوا تحابوا، والنبي قبل الهديه. ما قبلش انا يعني نكفر بقى يا ابراهيم؟ لا يا استاذ سيد ما قبلش واكفر. ايه يا باشا؟ ايه انتوا عايزين تكفروني عشان كده الالحاد مال الدنيا؟ لا تفهم بقك يا ابراهيم، ما تبوظش يا ولا العمره اللي انت لسه عاملها. والله العظيم يا رب. عمره؟ انت عملت عمره؟ ايوه ماشي. بمناسبة العمرة بقى، تقدر تقول يا سيد بيه ايه اللي يخلي واحد رجل اعمال زي فتحي المنشاوي يدفع لك فلوس العمرة اللي انت لسه طالعها اخر مرة؟ لا يهديني برحله عمره، لكن يدفع لي فلوس دي ممكن تحمل معنى وحش. يا سلام، يهديك برحلة عمرة انت و32 واحد كلهم من قرايبك ومعارفك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي العمره كمان بقى فيها كلام؟ يعني لو انا مثلا يا بيه ماشي انا والواد ابراهيم ده في الشارع، واحد قال لنا تعالوا يا جماعه صلوا معانا العصر، اقول له ايه؟ ما نخشش؟ ما نقضيش الفريضه؟ معقوله؟ بالعكس ده انا الم كل حبايبي والناس في حضني كده واخدهم معانا ونروح. تاخد 32 واحد معاك وتسافروا؟ ثواب الجماعي. وكلهم يكونوا قرايبك؟ ما هو الاقربون اولى بالمعروف. المعروف؟ ماشي. والمعروف بقى بيقول ان نفس رجل الاعمال فتحي المنشاوي يبقى حاطط عينه على حته ارض تبع المحافظه وياخدها بدون مناقصه؟ بلاش ده كله، في 3 عربيات عندك بي ام وعربيتين مرسيدس، كل دول جولك هدايا برضو؟ هديه ايوه، بس مش ليا انا هاخد هديه عربيه ليه؟ وانا مرتشي؟ بشر. لا ما انا حاسس من كلامه اني مرتشي. بشر يا استاذ سيد. فيه ارتشا في كلامه يا هجيب ابراهيم. لك حقك. باشا ما اسمحلكش تغلط في استاذ سيد انتيمي. اسكت، انا بكلمه يبقى تسكت. انتيمي اسكت. هزق نفسك ليه يا ابراهيم؟ يا استاذ سيد افهمني، انت راجل كويس ومش مرتشي، انا عايز افهم العربيات ما جاتلكش انت، امال جات لمين؟ للعيال الصغيرين. هندي وحمادي اهو. هندي وحمادي ازاي يعني؟ بنت في ابتدائيه وعيل عنده 3 سنين يجي لهم هدايا عربيات ازاي؟ ارزاق. ما هو يا بيه اصلا فيه لبس ورا الموضوع، انا ما قلتلكش اللبس. ما قلتليش حاجه. ده لبس كبير قوي. انا عملت حفله عيد ميلاد للعيلين مع بعض، ما انا ما اقدرش اعمل غير حفله واحده، اعمل 2 ازاي؟ انا موظف غلبان. عملت ما انت يا ولي جيت الحفله. ايوه جيت عيد الميلاد. ايوه كنت لابس طرطور وعمال اغني حبيبه زيتوني. هو انت اللي كلت التونه؟ ايوه بس زعلان منك يا استاذ ليه سيد. يا ولد الحفله حلوه؟ كلت من الطرطه البيضاء. ما دوتش التشتلت. ما طلتش الغام ايه؟ ما دوتهاش. شفت الحاجات الحلوه الصغيره اللي بيقول ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سعد. يا سيدي ايه اللي حصل بعد عيد الميلاد؟ ايوه دخل عليا صاحبي رجل الاعمال محمود ابو الليله علشان يجي يحضر الحفله. محمود ابو ليلى بتاع التوريدات الحكوميه؟ ايوه هو صاحبك؟ ده حبيب الروح بالروح. وايه اللي حصل؟ قال لي يا سيد انا محتار في ولادك دول، اجيب لهم ايه هدايا؟ قلت له يا ابو ليلى ما هم عيال صغيره عايزين يجروا ويلعبوا، هات لهم اي حاجه، هات لهم عربيات. طب يا سيدي ما انت بتعترف اهو، امال فين اللبس بقى؟ يعني دلوقتي انت اللي طلبت منه يجيب لك عربيات ثمنها فوق ال4 مليون. ما هو اللبس سيادتك انه هو ابو ليله دخل علي وجايب العربيات اللي مذكوره قدامك دهيا. قلت له معقوله يا ابو ليله؟ معقوله؟ يعني انت داخل عليا بالعربيات دي؟ انا قصدي عربيات بتاعت عيال صغيره من اللي هي بريموت. قال لي ما العربيات الكبيره برضك ليها ريموت، واداني من كل عربيه ريموت نسختين وكسفني قدام الناس. فاكر الكسفه؟ كان وشك هيطق حمار. جرحني من جوه. الحمد لله. وطبعا حضرتك قبلت الهديه عشان النبي قبل الهديه. ما شاء الله عليك. شفت يا باشا لما خدنا ودينا في الكلام مع بعض الحقيقه بانت ازاي؟ اهو انت اللي قلت مش انا. ماشي يا سيد بيه. طب وبالنسبه للمزارع اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟
والفيلا اللي في التجمع وشنطة المجوهرات اللي فيها 4 كيلو دهب، كل ده برضو عادي؟ شوف يا باشا، مادام وصلنا لكده يبقى انا لازم اعترف لك. يا ريت. العلبه دي كان فيها رشوه. إيه؟ لا. ايوه، وانا جاي النهارده برجلي عشان ارجعها للحكومه. اهي السبحه دي اهي، ما تقعدش في جيبي ولا ثانيه. شفت يا باشا؟ شفت رمز بيدي دروس في الاخلاق والانسانيه. أيوة، ولو انها غاليه. رجعها. ما تحملش. رجعها له. ما تحملش يا ابراهيم، لا والله افرح بيه. ما تحملش. غالية ايه دي بلاستيك؟ اظن كده يا باشا بعد ما الحاجه كلها رجعت للحكومه يبقى ممكن اروح انا والولا ابراهيم. انتوا عايزين تروحوا؟ اهدي. ولا هو بيضحك على ايه؟ انت بتنشر البهجه في المكان يا استاذ سيد. يا واد يا ابراهيم، انت بتجيب الكلام اللي بيعجبني ده منين يا ولي؟ يا بهجي. لا بس يا ولي بقى، مش للدرجه دي يا بهجوجي. بس يا ولي. يا فرج! بسم الله بسم الله يا استاذ سيد، مد ايدك، بقالك بتاع ساعه ما اكلتش. ولا يا ابراهيم، مين اللي جاب الزياره الحلوه دي يا ولي؟ الاستاذ هشام صاحب ابراج العلم والايمان اللي كان مقدم على تعليق 3 ادوار. يخص عليك يا ابراهيم. ايه؟ يعني في مصلحه عندنا؟ يعني هندخل جفنا لقمه حرام؟ لا ما تقولهاش يا استاذ سيد، ما احنا خلصنا له المصلحه خلاص. يعني الاكل ده يعتبر محبه. يعني المصلحه انتفت تما، والاكل دي البطه دي تعتبر هديه. افتح يا استاذ سيد. ما دام هديه يبقى النبي قبل الهديه. استنى ولا بتاكل الورك ولا السيدر؟ اللي يفيد من جوفك يكفيني يا استاذ سيد. يا حبيبي يا ابراهيم، يبقى استنى الزلموكي. علشان ما نعطلش بعض، انا عارف ان انتوا عايزين تعرفوا سر الاجتماع الطارئ ده. الموضوع ببساطة ان احنا جالنا ساكن جديد، بس واضح ان هو خام خالص، بدليل ان هو من اول يوم ليه في العمارة غلط. يا رمضان، نادي على المتهم، قصدي على الساكن الجديد. الباشمهندس خالد رأفت. أفندم. اولا منور البرج بتاعنا يا باشمهندس. ثانيا رمضان البواب قال ان انت ليك شوية طلبات. لا والله يا فندم، يعني هي ولا شوية طلبات ولا حاجة، يعني هو الموضوع بسيط. أنا كل طلبته مفتاح السطح. انت كنت ساكن فين يا استاذ خالد قبل كده؟ أنا كنت ساكن في حدائق المعادي. لا عادي، بس شغلي قرب فقلت أقرب، فجيت العمارة الجميلة بتاعتكوا دي. كومباوند، كنت في كومباوند وكده. ها حضرتك بقى علموك في الكومباوند اللي انت جاي منه ان الناس بترتع في العماير كده من غير حسيب ولا رقيب؟ لا متهيألي حضرتك مكبر الموضوع شوية. يبقى خليه حسيب من غير رقيب. لا مش على الكلمة، أنا أقصد إن حضرتك مكبر الموضوع شوية. أنا كل اللي طلبته مفتاح السطح عشان أطلع أصلح الدش. فقلت رمضان يجيبهولي من أي حد. من اي حد؟ طلع عليه. وتطلع عليه. شوف يا ابني، مفتاح السطح نسخة واحدة في علبة مخملية في شقة رئيس مجلس الإدارة، وبتتفتح ببصمة مشط رجلي. مش أي حد وتطلع عليه. ناقص كمان تقول لي إنك أنت عايز مفتاح الأسانسير. والله لو إني مش لاقي مبرر إن الأسانسير يكون له مفتاح أصلاً، بس أنا فعلاً كنت هطلب مفتاح الأسانسير. آسف، الأسانسير ده ما بنديش مفتاحه لأي حد عشان يفضل طالع نازل فيه. يا فندم أنا ساكن في العمارة، وبعدين الأسانسير ده شغلته إن هو يفضل يطلع وينزل، وبعدين أنت ليه محسسني إنه لعبة الصاروخ وإني هسيب شغلي واللي ورايا واللي قدامي وأفضل طالع ونازل عليه يا فندم؟ ما أنا قلت آسف يا باشمهندس، الأسانسير استخدامه بيبوظه وأنا اللي بتسحل في الصيانة. إزاي يا فندم إذا كان أنا شفت حضرتك بعيني وأنت راكبه؟ لأن أنا رئيس مجلس إدارة العمارة،
وليا امتيازات عن اي حد. انا باذن واصلي بالناس في الزاويه اللي تحت، واركن في اي حته قدام العماره، واسيب الكلب بتاعي على السطح، وابعت البواب يجيب سجاير وهزقه لما يجيب طلبات لحد تاني من السكان. فهمت؟ طب وهي السكان ساكته ليه على المونولوج ده؟ انت مزقوق علينا من عماره تانيه وجاي بقى علشان تعمل وقيعه يا باشمهندس. رمضان، السكان كلهم موجودين ولا راجع؟ تمام يا فندم، كله موجود. طيب يبقى اراجع. الاستاذ عاطف اللي في الدور الارضي. استاذ الدسوقي انا جنب حضرتك. ازيك يا عاطف؟ اهلا. يا استاذ عاطف، انت عليك شهرين تاخير في فلوس الصيانه. علم. حضرتك يا استاذ الدسوقي انا كل شهر بدفع فلوس الصيانه، ما بشوفش اي تطور في العماره، ما بشوفش اي حاجه جديده. حضرتك السلالم مكسره على سبيل المثال، يعني اللومات كلها مدشدشه بتاعت العماره، ده غير حضرتك الزباله مغرقه السلم، القطط بتاعت حضرتك مبهدله السلالم. يعني ادفع ليه حضرتك؟ هتدفع يا عاطف عشان ما احطش اسمك واسم مراتك في ورقه اللي مش دافعين في مدخل السلم، علشان ما تبقاش مسخل اللي رايح واللي جاي. هتدفع. تحت امرك. هدفع يا استاذ الدسوقي. شاطر يا عاطف، انا بحبك يا عاطف. بكره. اللي بعده مدام سهى. بالحق ابقى شيل القلموتال المزركش الجميل اللي انت حاطه عندك ده، علشان وانا معدي ما بقتش عارف اسمعك انت ومراتك وانتوا بتتكلموا. لا طب ما تحط حضرتك كاميرات المشاهده تبقى امتع. عاطف انا بحبك يا عاطف. بكرهك. مدام سهى، هضرب كامل هيئتي. 100 مرة قلت في التنشير الفانيلات ورا والغيارات قدام، وتغيري مسحوق الغسيل بتاعك، بياضاتك مصفرة وعاملة سمعة مش كويسة وواجهة وحشة للعمارة. واعملي حسابك انت شايلة نص كهربة العمارة الشهر ده، ونص الغاز والمية لو حبيت. انت هتقوحي كمان. مش علشان الموتور اللي انت مشغلاه عندك عمال يور 24 ساعة ده، مين اللي يدفع فلوسه؟ ده ماما؟ لا حضرتك المية ما بتطلعليش في الأخير خالص. اللي بعده الأستاذ محمود ومدام سكينة الله يرحمهم موجودين؟ موجودين. يا أستاذ محمود، أنا بلغني من رمضان إنك أنت مش عايز تدفع الإيجار بقالك شهرين. خير يا شبح؟ احنا متنا. بقول لك احنا متنا، يعني ملناش وجود اساسا. ما هو يا روحي منك ليها، اللي بيعرف ان الشقة دي مسكونة بيخاف ياخدها. مين بقى اللي يشيل الليلة دي؟ الإيجار هيدفع من الشهر ده بأثر رجعي، وبتدفع معانا صيانة وأسانسير وخزان مية. حاضر. وخزان، أصلي كنت هنسى الخزان. عايز أحبك زي ما بحب عاطف بالمناسبة أنا بحبك يا عاطف. بكرهك. قلت لك؟ قلت لي بحبك. بكرهك. نرجع بقى للساكن الجديد. انت بتشتغل ايه يا استاذ خالد؟ انا اي تي يا فندم. والايس تي ده بيعمل ايه بالظبط؟ اي تي يا فندم، انا اي تي يعني مهندس كمبيوتر، بصلح كمبيوترات، بوصل شبكات. جاسوسيه. جاسوسيه؟ انت طلعت ابيض خالص. لا يا فندم، مش جاسوسيه يا فندم، انا بعمل شبكات نت، يعني ممكن هنا في العماره نوصل نت وكلنا ندفع الاشتراك سوا. يعني ممكن فعلا نوصل نت، دي حاجه جميله جدا. ده بيقول اقتراح. اقتراح هايل على فكره. بيقول فكره حلوه قوي يا استاذ. يعني جميل. عشان عنده اقتراح لذيذ. لا يا حبيبي، احنا هنا عماره محترمه، ولا نت ولا شت. احنا هنا العمارة بتاعتنا اسمها برج الصفا والمروة، مش البرج المايل. احترم نفسك، احنا هنا عندنا بنات، عيب. مفهوم؟ يا باشمهندس، انا قاعد مستنيك من بدري. خير. اصل النت عندي من الصبح مش عايز يلوج ان، فقلت اكلمك تصلحهولي. لا، ما انا غيرت الباسورد عشان لقيت ناس بتخش على حاجات مش كويسه. معقوله؟ ده الكلام ده يجيب الفقر، واحنا عايزين ربنا يبارك لنا في عمارتنا. بص حضرتك،
دخل لي كلمه السر وانا هناقش الموضوع ده في الاجتماع اللي جاي. ابقى فكرني بقى في الاجتماع اللي جاي ده ابقى اقول اسماء الناس اللي بتخش على الحاجات دي عشان مراتاتهم يعرفوا. ليه؟ يعني ربنا يسترهم واحنا نفضحهم. بقول لك خد مفتاح الاسانسير عشان انت طالع، وخد مفتاح السطح كمان، وخد رمضان عشان لو احتجت اي حاجه. تسوقي انا بحبك يا تسوقي. مع السلامة. مع السلامة. لا والله يا فندم ده مش عندي، أنا هنا عندي أقل من 10 قطع بس. معلش طب حضرتك انا واقف في الطابور من بدري وبعدين انت ما عدتش القطعه قد ايه؟ يا فندم أنا بشتغل كاشير من وأنا في KG2، يعني أنا متأكد إن دول أكتر من 10 قطع. طيب ثانيه واحده معلش. بص حضرتك دول 11 بس ما جاتش على قطعه بقى. لا يا فندم والله ما ينفعش، دي تعليمات مستر كارفور، وبعدين حضرتك مش أحسن من الناس دي كلها. ايوه لا 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 لا, لا انا اسف طبعا، لا معلش انا اسف. طيب خلاص اوكي انا شلت دي، اتفضل. تمام يا فندم، بس كده برضو 10 قطع، أنا أقل من 10 قطع. وبعدين يا فندم هو حضرتك حاسب ال3 قطع تونة دول قطعة واحدة؟ ما ده عرض يا فندم، قطعتين عليهم قطعه مع بعض يبقى 3 قطع. طب يعني انا مش عارف انت مضيقها كده ليه؟ يعني لو انا معايا 3 تفاحات مثلا وبرتقانتين وموزه هتحسب ان في 2 تفاح. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، مش حصه حساب، هي مش مساله كلاميه. انا معايا هنا بيض ممكن يفلس في اي لحظه. معلش انا اسف. طب خلاص انا مش عايز تونه. اوكي مع إنها مفيدة والله. لا ميرسي قوي، لا خلي الناس تمشي. اوكي تمام. والنبي يا ابني انا تعبانه مش قادره اقف، وجايبه المعجون ده بس هقدر استنى الطابور ده كله؟ مش هقدر. طب يا ماما اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. أهلا يا فندم، أهلا تحت بعد أمرك. اذن حضرتك ممكن تاخد مكانها ما دام ارتضيت انها تحاسب مكانك. لا اصل فندم دي ست كبيره وواقفه على رجليها فمش مشكله يعني قد والدتي. على فكره انا بخلي امي تقف في الطابور عادي، النظام نظام، ما تعملش جنتل على قفا الناس. بصراحه هو عنده حق. ربنا يبارك فيك يا فندم، كتر خيرك. لا انا اقصد هو اللي عنده حق. اتفضل حضرتك ورا. طب انا اسف يا جماعه، انا اسف يا فندم، انا اسف يا بيه، انا اسف. ثانيه واحده. اتفضل. انا اسف. حاسبها لي حاسبها لي. أنا شفت حضرتك قبل كده. انا معاكم في الطابور من بدري. أهلا بيك. هو حضرتك اللمبة دي كانت معاك المرة اللي فاتت ولا لسه جايبها؟ معايا يا فندم من الاول. ايوه بس للأسف دي حضرتك بتتحاسب عليها في قسم الأدوات المنزلية مش عندي. يعني لو حسبت عليها هنا يعني هتزعل؟ مش هتنور مثلا؟ لا والله يا فندم، بس هي مش عندي على السيستم. طيب خلاص بلاش منها، بلاش. اوكي مش عايز. طيب يعني حضرتك كده المرة اللي فاتت رجعت التونة والمرة دي أديك بترجع اللمبة الموفرة. معلش اصل انا مستعجل ومش هينفع ارجع تاني قسم الادوات المنزليه، مشيها كده خلاص. خلاص تمام. معلش يا ابني، انا مش هشتري حاجه، معلش انا بسأل بس سعر ثمن الجبنه ده ثمنه كام؟ تحت أمرك يا حاج. شوفها له طبعا. لا طبعا اتفضل يا بابا. شكرا. 75 يا حاج. 75 ايه؟ جنيه. ايه؟ 75 جنيه؟ بذمتك السعر ده يقرا كام؟ لا مش 7 جنيه ونص؟ لا يا بابا 75 دي واضحه جدا يعني. يعني ايه؟ يعني انا ما بشوفش ما انتوا جيل النت والايباد والايفون، جيل قذر وادي الجبن. اوعى معلش يا بابا ما فيهاش حاجه. لا هتحسب ايه؟ حضرتك خلاص ضربت. لا ضربت ايه؟ لا انا مش عايزها، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الاستاذ اللي شتمني ومشي ده. ايوه بس انا ضربتها. لا انت ضربتها، ده معلش ده اسلوبك في التربيه، انا ماليش دعوه، انا مش عايزها. طب حضرتك بقى هنضطر نستنى الشيف ليدر عشان هو اللي بيعمل المرتجع، فمعلش بقى يا جماعه هنستنى شويه عشان الاستاذ رجع التونه ورجع اللمبه الموفره ودلوقتي بيرجع الجبنه عشان غالي عليه، الجبنه غاليه عليه، هنعمل ايه؟ لا انا مش غلطتي والله يا اخوانا، مش غلطتي، يعني هي جت اتحسبت وهو الراجل هو اللي عايزها في الاساس. يعني شوف بقى حضرتك بقى. خلاص يا فندم احسب كل حاجه. تمام كل حاجه تمام كده يا فندم الحساب 443 و60 قرش. اتفضل. ده كارت؟ اتفضل. لا يا فندم والله مش شغال. لا معلش اضغط عليه شويه، هو شغال، انا لسه ساحب بيه. طيب معلش. احاول تاني. معلش هتكسب ان شاء الله. لا برضو يا فندم مش شغال، مش نافع. معكش كاش؟ اشوف لحضرتك كاش. حاضر يا فندم حاضر. طيب يا ريت. ثانية واحدة.
ايوه كان من الاول يعني. اما انا بقى اهو خلاص بقى بعمل. معلش يا استاذ. ايوه ممكن تساعدني بس لحد ما يجيلك الباقي عشان انا جوزي في الجبنه. في الجبنه؟ طب انا اعمل ايه؟ مش فاهم. لا هو واخد رقم في الجبنه وانا هنا حاجزه له الطابور. ممكن بس تقيس القميص عليك، هو مقاسه مقاسك. طب معلش ممكن بس بسرعه علشان خاطر الناس طيب اتفضل. شكرا ميرسي انت. لا يا استاذ لا مش كده معلش، خلينا عادي عشان ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا صفاء؟ مين الحيوان ده؟ لا يا فندم بص حضرتك، انا بساعدها عشان انت في الجبنه. الكلام مش موجه لك. مفيش جبنه. يلا اشكال زباله. يلا وتخلص بقى يا استاذ. مش ممكن يعني، انا مش فاهم قله الذوق دي يعني. تشبروك كده في الدنيا صراحه. يعني لا يا فندم مفيش داعي، بس هو حصل ان الكارت بتاع حضرتك سحب 6 مرات المبلغ المطلوب، فتقدر تروح البنك بقى تطمن على فلوسك. ايه ده يعني ايه؟ مش فاهم يعني 6 مرات ازاي؟ معلش بس حصل لخبطه عندي في السيستم هنا، فهنضطر نعيد الحاجه من الاول. بس من الاول وهتدفع كاش. معلش النبي يا ابني عايزه احاسب بس عجلي كل ده بس بسرعه الله يخليك. اشكال زباله. لو امي هسيبها تقف في الطابور. مش هينفع تاخد جن قذر. وتخلص بقى. مش ممكن يعني قله الذوق دي. انت العلاقه. لا معلش بقى، انا مش هسيب حضرتك تتهببي تحاسبي. اقفي في الطابور من اوله زي الناس. انا لو امي موجوده هسيبها تقف في الطابور. جيلي كولا ايه؟ انا مالي انا مالي. خلاص يا حبيبي براحتك. انا كنت عايزه اجيب حاجه حلوه عشان اخدها قبل الدواء عشان عندي السكر. انت ايه يا اخي مش بني ادم؟ تعالي يا ام مكاني. تعالي يا ماما مكاني يا ماما. انت راجل انت راجل. خلاص يا امي خليكي مكاني هنا اسرع. في ايه يا عم؟ في ايه مالك بتزعق لوحدك؟ انت امك ايه اللي جرى في الدنيا؟ انا مش فاهم ايه اللي جرى في الدنيا يا اخي. يا اخي حرام عليك. اتفضلي يا ماما اتفضلي يا ماما حسبي. اتفضلي. انا اسف، انا اصلي واقف من بدري وتعبت والله تعبت. مع السلامه. اتفضل يا استاذ ابدا من الاول تاني. امرك يا فندم. حبيبي ثواني، هو في ايه؟ حضرتك سبت لها دورك. اتفضل بقى هات الطابور من الاول. نيكست. مفيش عيله مثاليه ومفيش قرايب ما بيتخانقوش في النهايه، يعني احنا مش ملايكه، احنا بشر من لحم ودم. وده كان واضح في استقبال الطوارئ في المستشفى يعني بعد الخناقه الاخرانيه ان كان في لحم ودم فعلا، فعرفنا ان احنا من لحم ودم. السؤال بقى ايه اللي يخلي القرايب اللي من لحم ودم واحد يتخانقوا ويسيحوا الدم بالمنظر ده؟ طبعا اسباب كتيره جدا وتافهه من وانا طفل صغير وانا متابع انواع الخناقات بتاعه القرايب. على سبيل المثال في اشهر خناقه بتحصل بشكل دوري بين القرايب كل خميس كل جمعه كل ما يتقابلوا، اللي هي خناقه العيال الصغير اللي ضربوا بعض، اللي بيتعك فيها الكبار. زيزو قال لميشو انه ضعيف وشبه البنات، فميشو سخن اداله بالبنيه في وشه وقع له سنه لبنيه. ام زيزو تصوت وتزعق في ميشو تقول انه مش متربي. ام ميشو تصور لكرامتها تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهه وتقول ان الولد كان في حاله دفاع شرعي عن النفس. ام زيزو الثانيه تقفش برضه كلمه من هنا على كلمه من هنا، ولعت حريقه. بقى في طار بايت بين العيلتين واسنان كتير طايره في كل حته وحمام دم وقطيعه لا يعلم نهايتها الا الله. عندك خناقات الافراح، يعني مثلا قبل الفرح في الخناقه بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين. هنا بقى تسمع الجمل الدراميه بتاعت ايه، ما احنا برضه نشرف يعني وعندنا بدل وجرافطات. يا عم حضرتك كنت محبوس، انت كنت في السجن واخد 3 سنين سجن. يقول لك ولو تعزمني وانا اعتذر انا مالي. اثناء الفرح بقى عندك الخناقه بتاعت ليه حمزه ابن مها هو اللي مسك المصحف اللي مفتوح كده ده في الزفه قدام العريس والعروسه ومش مروان ابني. ليه؟ هو مروان وحش اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه؟ وخناقه جوه القاعه بقى ما تفهمش ليه الرقص الهستيري والتنطيط والعرق والفرهده بيعتبروا علامه من علامات الوفاء كده والمجامله والترابط. العيال خش ارقص لقرايبي، واللي ما يرقصش لغايه ما يقع من طوله ويبقى قليل الادب. مش جاي مش فرحان، مش جاي ما عملتش الواجب. في هز اعمل الواجب. ها فين الواجب؟ يلا واجب بتاع طنط فين؟ بعد الفرح من اول طريقنا للبيت لغايه ما نتفرج على الفيديو بتاع الفرح خناقات. يجي بقى السؤال اللي هو ايه معاه مصمصه شفايف كده بقى من طنط دي، يا بنتك ما قامتش تهيص لبنتي ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ مش بتحبها ولا متغاظه منها؟ مالها؟
طب ما يمكن البنت خجوله او تعبانه او بتحافظ على كرامتها، مش عايزه تعمل الحاجات دي، مش واخده منشطات زي الناس التانية. ما تسيبوا الناس في حالها. ليه ارقص غصب عني؟ ارقص وخناقه. طبعا في بقى خناقات العزومات، اشهرها الخناقات العكسيه، اللي هي لما تعزم انت حد على عشاء مثلا وهو ما يجيش، يقول له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله، وبنغسل الشوك والمعالق والاطباق كويس، نضاف يعني ما فيش حاجه. حبيبي حضرتك انا كنت في العنايه المركزه برضه ما فيهاش حاجه، لما كنت تعدي تاكل لقمه معانا يعني وترجع على عنايتك تاني، واحنا مش هنعتني بيك، العنايه هتطير يا حبيبي. لقمتي انا كنت معلق محاليل، واحنا قصرنا؟ طب ما تيجي نجيب لك محاليلك ونجيب لك حاجتك، ولا كتير علينا يا ابني؟ انا كنت بين الحياه والموت، كمان تبقى بين الحياه والموت جنبنا هنا وما تعديش تكبر بخاطرنا حتى. قالوا كتر خيرك يعني، ما احنا مش قد المقام وحاجتنا مش نظيفه وقطيعه. طبعا في العزومات في خناقات تعدمني مشهوره اسمها تعدمني لو ما اكلت الورك ده، يا رب اموت لو ما ضربتش طبق المحشي ده، اله اتشل لو ما شربتش المغدى. ليه كده؟ الموضوع بيتطور طبعا للحلفان بالطلاق. طب طلاق 3 لو ما اكلت لاكون مطلق بنت خالتك اللي قاعده في البيت. ليه في خناقه عزومه اول يوم رمضان؟ تخيل اول يوم رمضان ده عند مين؟ دي خناقه. وليه عندك انت ومش عندي انا؟ هتفرق في ايه يعني؟ ما تروحوا اي حته. ايه الشرف العظيم في ان العزومه تبقى عندك يعني هتبقى انت الدوله المستضيفه لدوره الالعاب الاولمبيه مثلا؟ تتنافس في ايه؟ انتوا غاويين شقه؟ ما لسه رمضان فيه 30 يوم، لسه بدري والله لسه بدري يا شهر الصيام. احنا دايما كده المناسبات السعيده دايما تقلب بنكد كده. لا والحزينه كمان على فكره. انت عارف في خناقه على النعي؟ ايوه في خناقه على النعي، اللي هو مين اسمه جه قبل مين في النعي، وليه ده قبل ده، وليه اتكتب ان المرحوم يبقى نسيب الاستاذ عادل شوكت بس، من غير ما نكتب ان الاستاذ عادل ده كان المدير الاقليمي للشركه الدوليه للصناعات الدوائيه سابقا وبالولايات المتحده الامريكيه حاليا بعد التقاعد. ليه ما نكتبش كده؟ ليه عمك ما ياخدش وضعه؟ في خناقه قريبنا اللي رجع من السفر ومش جايب هدايا، او جايب لحد وحد لا، او جايب لحد اقل من حد، او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه، اي تلاكيك. في غير خناقات الهدايا في خناقات الفلوس. لما تخش مع قرايبك جمعيه لازم تقلب خناقه معروفه، العيديه، النقطه، قريبك اللي بيخش مشاريع ويفشل بمنتهى الحب 19 مره في حياته وكل العيله لازم في كل مره تلم فلوس عشان تنقذه، او خناقه قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجه وانت اشتريت من بره ما اشتريتش من عند حسام. ازاي بقى يعني؟ ليه ما تشتري يا اخي من عند حسام؟ ما قوم دلوقتي تشتري من عند حسام. يعني انت ايه اللي انت جايبه ده وحسام عنده وحش؟ في الخناقه اللي ما بين اي حد من العيله وقريبك الواسطه، ده بيبقى شخص يعني ربنا فتح يعني حظه كده، ربنا فتح عليه بمركز شويه علاقات، فالعيله كلها بتستخدمه اسوأ استخدام، طول حياته تلاقي تليفونه ما بيبطلش. معلش والنبي فؤاد عليه مخالفات شيلها، عماد عليه غرامات شيلها، زياد عنده اللوز شيلها، اعتماد قتلت واحد شيلها انت برضه، وهكذا. يتحول لمجمع التحرير، تبدا العيله كلها تزعل منه لانه ما حققش كل احلامهم وطموحاتهم، وبعدين الطلبات بتفضل تتصاعد لحد ما توصل لبند المستحيلات، اللي هو والنبي انا عايز ادخل ابني اللي نظره ماينس 30 ووزنه 357 كيلو كليه القوات الجويه، اتصرف. ولو دكتور في العيله في خناقات بتاعته برضه، لانه مطلوب منه يكشف على العيله كلها ببلاش وفي جميع التخصصات. ما تسالنيش ازاي، حتى لو دكتور بيطري هيشتروا سلاحف ويروحوا له يكشف على السلاحف عندهم ببلاش في كل حته في السحلفه او اي تخصص. مهندس بقى، مدرس، سباك، رائد فضاء، مدرب تنميه بشريه، اي حد بيعرف يعمل اي حاجه مميزه في العيله لازم تلاقي تلتين العيله شايله منه. علي علينا يا سيدي من ساعه ما بقى دكتور وما بيشتريش من عند حسام، ما يشتري من عند حسام كمان، يعني بقى دكتور وما بيكشفش على السلاحف وما بيشتريش من عند حسام، لا ده يوم ازرق. طبعا كمان في خناقه، انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك؟ انا مش بحبها. لا الحب بيجي بعد الجواز. بص يا طنط انا فعليا بخاف منها، الرعب بيمشي بعد الجواز. طب يا طنط انا لسه صغير، هتعجز اثناء الجواز عادي، ولو ما اتجوزتهاش العيلتين هيتخانقوا، ولو اتجوزتها برضه العيلتين هيتخانقوا، انت عارف جواز القرايب ومشاكله. انا بقى الحمد لله علاقتي بقرايبي كلها زي الفل. عارف ليه؟ لاني بشتري من عند حسام، ريحت دماغي. انت بتكشف على السلاحف؟ لا مش للدرجه دي، انا لحم ودم بقى. على فكره حسام عنده سلاحف، لو جبت سلاحف من بره حسام يزعل، فانا بجيب كل حاجه. واديني خدت مرتبي وما فاضلش حاجه، في ثواني راح من غير ما حتى يسيب لي حاجه. طب هعمل ايه؟ ده البيت عايز 100,000 حاجه، اقسط فواتير وحاجات كتيره. في الصيف مراتي تقول لي يلا نروح مارينا، وعيالي قفشوا ياكلوا بيتزا ولاد لذينه. ادفع لي ليه كام 100 جنيه في حته عجينه؟ ده انا اجيب كباب وكمان طحينه. مصاريف مدارس، اكل، شرب، حاجات مهوله، وفلوس كتير علشان عيال لسه بكفوله. لازم اشيل لوازي العيال ومفيش سيوله، وبستلف وعايش في حيره. سخنا بسمع انه غزو الميه ساقعه،
وقطع غيار وبقت يا ناس اسعارها ولعة. اطلع اكمل شغل الاقي النت واقعة والعيشة بجد بقت مريرة. النور كمان ما بقتش تيجي فاتورته عادي. قولوا للمحصل يخفى منه وش السعادي. بنزين كمان غالي وانا اللي بجيب ولادي. مدارسهم في المدن الجديدة. بنقط عروسة تهور مجاملة عائلية. اخت المدام ولدت نروح ونجيب هدية. غير بنت اختي ناجحة كمان في الاعدادية. او خالتي اللي اترقت مديرة. الدنيا نار حتى الدولار بقى في العلالي. هتجنن يعني ولا اروح وابيع عيالي. من غلبي قاعد اغني من الصبح وبلالي. ودي اصلا اغنية سميرة. يلا بينا يلا 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 بينا. الثانوية العامة هي جاية وهتعلم علينا. يلا بينا يلا 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 بينا. يلا الثانوية العامة هي جاية وهتعلم علينا. هنصور ملازم غير الدرس ده لازم. هنصور ملازم غير الدرس ده لازم. ده كتاب الوزارة طلاسم ومناهج لعينة. بنتعلمها لمين؟ حافظين مش فاهمين. بنتعلمها لمين؟ فهمني. حافظين مش فاهمين. قاعدة اف واعرب علل والكيمياء الحزينة. من اولها يا ساتر هنخش السناتر. من اولها يا ساتر هنخش السناتر. امبراطور العربي ووحش الفيزياء مستنينا. ما تستناش تسريب ولا برشام في الجيب. ما تستناش تسريب شايفك ولا برشام في الجيب. انسى يا من ذاكر ما ياكلش اللجنة متينة. يلا بينا يلا 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 بينا. الثانوية العامة هي جاية وهتعلم علينا. يجي وقت التنسيق وهتزعل يا شقيق. يجي وقت التنسيق وهتزعل يا شقيق. مش هتلاقي كلية تلمك يبقى عليها القيمة. طب هتروح على فين؟ روح معهد سنتين. طب هتروح على فين؟ مسكين. روح معهد سنتين. ولا نروح جامعة من الخاصة ونفلس أهالينا. يلا بينا يلا 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 بينا. يلا الثانوية العامة هي جاية وهتعلم علينا. يلا بينا يلا 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 بينا. الثانوية العامة هي جاية وهتعلم علينا. مفروسة منك 100 مرة 100 مرة أقولك. مفروسة منك 100 مرة 100 مرة أقولك. إني بروق حمام تغرق والشاي تدلدق وأفضل أزعق وأنت تبرق. داير تطربق عفش البيت مفروسة. عشيني برا هات وردة مرة. هيجرى ايه
بص بقى، انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوه. ليه؟ لان الهدايا الحلوه مفيش حد بيتوه عنها، بتبقى معروفه وغاليه وكلنا عارفينها كويس، بس يعني بنستعبط، بنستحرم، بنسترخص. علشان كده انا النهارده هكلمك في الاهم بقى، هكلمك عن الهدايا الوحشه اللي مهما حصل اوعى تجيبها. مبدئيا كده قاعده عامه، الغرض من الهديه ايه؟ انك تسعد بيها حد. مظبوط. تجيب هديه ليه؟ تديها لحد ينبسط كده قضيت. صحيح. يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هديه كيف تخسر وزنك الزائد باسهل واسرع الطرق، او 75 نصيحه ذهبيه للتخلص من ترهلات البطن والفخاد، ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من ترهلاته؟ صحيح. دي شتيمه كده مش هديه. بمناسبه الكتب برضه، بلاش الكتب بتاعت التنميه البشريه اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي، او من حرك قطعه الجبن خاصتي. مفيش اي داعي انك تفكر حد بتعاسته او فشله او جبنته او فخاده المترهله، مفيش داعي. خليك حسيس. حاجه تانية، بلاش تجيب لحد منتجات او مستحضرات ليها علاقه بالنظافه الشخصيه. ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو، شاور جل، صابون معطر، مزيل عرق، حاجات في السكه دي. لا انت مالك؟ معلش، وانت والدته يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا ده ما ياكلش، هتطلع برضه بجح بالنسبه له وقليل الذوق وشلحف. اي نعم مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته، دي الناس كلها شايفه ان دي هديه ممتازه، بس برضه ما شتمك الا اللي ليفك. اوعى تجيب هديه فواحه، معطر جو، منقي هوا، دي انت كانك داخل عليه بتقول له كل سنه وانت طيب ريحتكم شرابات مع بعض، عارف؟ او الف مبروك عربيتك مكمكمه قوي، فانا قلت انقذ العالم من القرف. خلاص هاخد الفكره دي على استقامتها عشان ما ارغيش كتير. ركز معايا. مش هنجيب كورسيه اللي هو يظبط الكرش وده مفهوم، مش هنجيب فات بيرنر، مش هنجيب شاي دكتور منج الصيني الاصلي بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن، فاهم؟ صيني واصلي، كل ده ما ينفعش. وطبعا مش هنجيب ميزان، لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظه، الميزان هيعذبه لسنين طويله، كل ما هيقف هيشوف ويحزن. فبلاش. الهدايا العمليه بقى بتنفع ومفيده بس ما بتفرحش. علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظره الاحباط على وش واحد بيتقدم له شرابات هديه، مثلا 3 شرابات مع بعض، او طقمين غيارات، او كلسونات وبيجامه كاستور، هدايا محبطه تلاقيه واخدها ومش عارف يفرح. وبيبقى الاسوأ من نظره الاحباط دي اللي على وشه سؤالك الرخم انت بقى اللي هو ها عجبتك الفانيلات؟ هتعجبه في ايه الفانيلات دي؟ فانيلات، انت ما تقرصش عليه بقى، انت سيبه خلاص. نصيحه عامه، ما تجيبش حاجه على ذوقك الشخصي قوي، يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له هديه. انا مره خالتي جابت لي بيجامه جينز وقابلتها بعدها في عزومه، قالت لي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم؟ قلت لها ما انا مش هخرج ببيجامه يعني يا طنط. قالت لي دي مش بيجامه اصلا، وقعدت تاكل فراخ وتعيط. انا ما فهمتش خالص، ما بقتش عارف اعمل ايه. الاسوأ بقى من الهدايا العمليه انك تجيب لمراتك هديه جيوفيزيائيه، بايوكيميائيه، جيلي مهلبيه. الحاجات دي زي ايه مثلا؟ اما تدخل عليها جايب ميكروسكوب، كره ارضيه، قاموس المورد التخين ده، او بوصله، طقم براجل ومنقله، وهي اصلا تكون مثلا بتشتغل حكم كوره HR، حاجه تانية. المفروض انها تفرح ببرجل ليه؟ معلش يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع؟ يعني على الاقل حسسني اني جيت في دماغك ثواني كده وانت بتجيب الهديه، فكرت فيا، خطرت على بالك، شويه اهتمام بشلن. عكس بقى الهدايا العمليه، هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمه، والنوع ده بالنسبه لي مستفز جدا. تتحسب عليك هديه ممكن جدا تبقى غاليه وملهاش اي معنى ولا فايده ولا اي زفت. زي ايه؟ كل الحيوانات الفرو بكل اشكالها والوانها واحجامها، مخيفه جدا، ملمسها سخيف، بتزحم البيت، تحس كده ان انت عندك ضيوف في الاوضه طول الوقت. بس فالنتاين وحب وبتاع. فالنتاين، ما احنا بسبب الفالنتاين ده ماما مقعده دبدوب كبير على فوتيه في الصالون بقاله 20 سنه واحمر، حاجز كرسي كده، شغلته كلها انه بيلم تراب، وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقه دي. مساء الخير يا فندم، معاك جمال الدبدوب بلم تراب. مساء الخير. لا والحاجات دي تحس ان هم بيراقبوك طول الوقت، حاسسينك بالتوتر، تلاقي الدبدوب قاعد معوج كده وباصص لك. هدايا الكلام الفارغ دي في منها كتير بقى، مليين البيت عندي والله. في طبعا العيال الخزف الصغيره زي اللي بتيجي في علب السبوع دي، عاملين اوضاع غريبه كده. عندي كتير بقى، انا بفكر اقفل بيهم البلكونه من الكميه. في الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ، جميله بتعورك وفيها قلب وحرف وسن قاطع لك البنطلون، لطيفه قوي، تحفه. كل الكلام ده ابعد عنه، ما تجيبش حاجه خالص اكرم لك. انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبه السبوع، وما تجيبش البتاع الخزف العره اللي بيبقى معاه ده. انا لما اتجوزت عمتي جت تبارك لي وجابت لنا زرافتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي، مش بحجم الخشب الطبيعي، لا بحجم الزرافه الطبيعي، وبرواز كبير مذهب تخين في صوره منظر شلال بينور ويطفي، وصندوق بيلي. انا لحد النهارده بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد، بالذات الزرافتين الافريقي دول. هل دي رساله مثلا؟ يعني عايزه تقول لي ان انا مطور رقبتها؟ انا مش فاهم. كان عندي خال برضه الله يمسيه بالخير، كان دايما يجيب لي كل سنه في عيد ميلادي شهاده استثمار من الفئه ج، كل سنه نفس الهديه. الهدايا دي اللي لا عمليه ولا حلوه ولا
ولا مفيده ولا جميله ولا اي حاجه، هي اسوأ نوع. لا ثواني، في الاسوأ، الهدايا قليله الذوق. لما تجيب لحد كبير في السن شويه جهاز قياس السكر مثلا، او جهاز ضغط، او مشايه غاليه وكل حاجه، بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن. ليه قله الذوق دي؟ هتقول لي اصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده. لا، ولو برضه ما تعملش كده، على الاقل ما تجيبوش هديه، هاتوا بدون مناسبه يا اخي، خلي عندنا تمييز. وفي هدايا كده بتبقى غامضه، تفضل تقلب فيها يمين شمال، انت بتسال ايه دي، ولا ليها كتالوج ولا كتيب تعليمات ولا اي حاجه. انا حصل لي كده مع صاعق الناموس الكهربائي ده، قعدت اكتشف فيه اسبوعين، كان معاه ورقه مكتوبه بالصيني كده وانا مش فاهم. طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش، قعدت يعني استعملته على هذا الاساس فتره، كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات، ففهمت انه جهاز مساج للظهر. عجبني بقى جدا، هو بيوجع بس للظريف يعني، عملت بيه جلسات طويله. فين وفين لما اولاد الحلال فهموني انه بيقتل الناموس. كنت خلاص بتعالج من كهرباء زياده في المخ في الفتره دي، بس عملوا لي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله. فيا ريت ما تجيبش لحد هديه من غير ما تشرح له دي ايه. يعني ايه مش هعرف اشوفه؟ انا بقالي شهر بحاول اقابله ومش عارفه. كرم مش موجود، لما يبقى يجي هبقى اخليه يجي لحضرتك. شايفين بتدلع ازاي؟ شايفين؟ هو حضراتكم عايزين تشوفوا مين؟ كرم البواب؟ ايوه. مش هتشوفوه. كرم البواب ما بيظهرش غير وقت ما هو بس يحب يظهر، وكمان ما بيظهرش غير للناس اللي هو بس عايز يظهر لهم. انا بستناه كل يوم قدام الجامع من بعد الفجر. وانا بستناه قدام الكنيسه. وانا بستناه كل يوم قدام المعبد، واولاد رجب فرع فرع لحد اما شعري شاب. لكن يظهر يا جماعه انه كرم ده طلع اذكى مننا كلنا. في ناس بيقولوا لي ان هم شافوه الشهر اللي فات في السويس مع الغريب. انا سمعت ان هو ظهر في العيد الكبير مره واحده وهوب اختفى. ده كان بس عشان يلم اللحمه. لعلمك بقى انا مش ماشيه من هنا لما اشوفه. ما قلنا سي كرم مش موجود، لما يظهر هبقى ابلغه كل طلباته. يا جماعه انا عندي شغل بالليل مستقبلي هيضيع، لازم اخد موافقه عم كرم لان ده شرط ماما الوحيد. انا دلوقتي عايز افهم حاجه، هو مين اللي بيشتغل عند مين؟ والله ما عارفين يا جماعه. كرم ده بيشتغل بواب في العماره دي، واحنا هنا سكان العماره. عندك حق. يعني المفروض يعرف طلباتنا ويسمعها كويس وينفذها لنا على طول. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط، كلامك صح. احنا عايزين كرم. ايوه عايزين كرم. نادي كرم. هاتوا لنا كرم. نادي كرم، يلا يلا يلا. في ايه يا جماعه؟ متجمعين ليه؟ خير ان شاء الله. طمعانين في كرمك يا كرم. اقصد يا كرم بيه، وكنا عايزين شويه طلبات صغيره يعني تجيبها لنا كبواب. لا ويعني ايه الطلبات دي ما ينفعش تتاجل شويه يا استاذ توفيق؟ ما انت عارف ان ده ميعاد نومي. ايوه بس حضرتك احنا ما بنشوفكش خالص وما صدقنا نقابلك يعني. ما انتوا كلكم ليكوا طلبات يا استاذه هدى، طلبات، وكل واحد فيكم فاكر ان انا البواب بتاعه لوحده، وانا اروح برضه لا مؤاخذه، مانيش مايكرويف يعني. انا كان عندي نايت شيفت. لا معلش يا نسا، ما اقدرش اطلع لك النايت شيفت ده، انا ظهري تعبني وانت ساكنه في التاسع. يا عم كرم، نايت شيفت ده يعني شغل مسائي، وانا بقى عايزه موافقه حضرتك علشان خاطر ماما دايما تقول لي ما تتاخريش بالليل علشان خاطر البواب ومراته هيقولوا عليكي ايه. والله مش عارف لسه هنقول عليكي ايه، ممكن لما تروح النايت شيفت ابقى اجتمع انا والمدام ونقعد نشوف هنقول عليكي ايه ان شاء الله. طب بص يا عم كرم، انا كان عندي كده طلب صغير قوي يعني، انا كنت عايزه حضرتك يعني تفهم ان ده شغل وما تتكلمش عليا زي ما ماما بتقولي. ما ينفعش يا استاذ. ليه؟ امال الوقت فراغي ده اقضيه في ايه؟ حرام عليكم، انا بزهق من القعده واللعب في الموبايل التاتش طول النهار، وانا اروح برضه يا اخوانا واحب التاتش. هو انت مش لسه قايل ما عنديش وقت فراغ وما عنديش وقت اجيب لكم الطلبات؟ ده وقت يا استاذه انظمه زي ما انا عايز، ولما بجيب طلبات دي بتبقى منحه هبه. هو انت مش ليك شهريه وبتاخدها في ميعادك مظبوط؟ الشهريه دي حق قانوني مقابل الحمايه، الونس حسي في البيت. انت ازاي يا استاذ تمنع حد جاي لي انه يطلع لي؟ واحد راجل قاعد في شقه لوحده طلع له واحده ست، اقعد انا اعمل ايه؟ انا قاعد كده؟ جدتي. انا مالي كده؟ مش ست دي مسنه عندها 93 سنه. 93 بقى 82 ماليش فيه، انا اروح لا مؤاخذه ماليش كالكليتر يعني. بس بقى كفايه انا تعبت منك.
انت مش هينفع تتحكم فينا اكتر من كده يا جماعه. حكم كرم البواب باطل باطل. مشوني بقى زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، مشوا. انا امشي حالا، وشوف هتعرفوا تجيبوا بواب غير ازاي. على الاقل انا عارفكم وعارفيني. امشي بقى. لا امشي. استنى بس يا جماعه، يعني احنا عايزين برضه يعني يا كرم بيه نوصل لحل وسط، وانت في الاول وفي الاخر الاسم بواب، يعني شغلتك تقعد جنب باب العماره، ولو حد عايز حاجه من يعني اي طلبات المفروض يطلبها منك. اكتبوا طلباتكم في تقرير وارفعوه لوجي مراتي. لوجي لم منهم الطلبات ولميها باهتمام معدوم، حاضر يا سكر. بقرف كده. ها ما احنا كل مرة بنطلب منك الطلبات بنبعتها لك ونسمع حاضر وطيب، وفي الآخر بتختفي. موهبة يا أخي عندي، ربنا رزقني موهبة إن أنا بعرف أختفي. ما استغلش موهبتي؟ ما سوبرمان بيطير، حد قال له ما يطيرش؟ أختفي يا أخي. بعدين أنا روح برضه لا مؤاخذة، والروح تحب تختفي. طيب والطلبات اللي احنا طالبينها منك يا أستاذ كرم؟ هوبا كده راح اختفى. حلوني بقى لغاية لما نشوفه المرة اللي جاية. يلا احسن. على العموم هو ملوش في الطيب نصيب، انا كنت جايبه له الشهريه بتاعته وهي. هوبا. تدخلي اي مول تقدري من نظرة واحدة وبسهولة شديدة بالعين المجردة انك تتعرفي على انواع الزباين المختلفة. اول نوع هيلفت نظرك هو الزبون الرخم، المتردد، الملح. ده بيكون لوحده طبعا، معهوش اي حد. اظن ده بسبب الصفات اللي انا قلتها من شوية دي. الزبون الرخم ده اول ما بيشوفني انا ماشي بشتري حاجات في امان الله، يقوم قافش فيا زي الكابوريا ويرمي اول سؤال بقى، السؤال اللي بيكشف لك شخصيته المهزوزة بمنتهى الوضوح. يقول لك معلش من فضلك والنبي، هو القميص ده حلو يموت ولا بيئة طحن؟ وتلاقي اسئلته كلها من النوع ده، النوع الفضفاض اللي ملوش ماسكة. القميص حلو ولا وحش؟ من بدري قوي كده. طب الرد على السؤال ده اكيد حسب حاجات، يعني ذوقك، مستواك، تربيتك، خلفيتك، البيئه اللي انت عايش فيها. ما انا ما اعرفش انت عايز ذوقي الشخصي ليه، يعني انا بستخدم ذوقي في حاجاتي، عايز تلبس على ذوقي ليه؟ بعدين انت واثق فيا بالشكل ده، احنا نعرف بعد من 6 دقايق. انت شايف ان علاقتنا الجديده دي تسمح بكده؟ عاوزني البسك؟ لا قول لي البسك. لا وساعات بقى العشم يقتله ويبدا يطلب مني بقى ان انا اختار له القميص بتاعه. ليه يا حبيبي؟ وانا خطيبتك ليه حاططني في المنطقه الشائكه دي؟ ده النوع بقى ايه اللي لو وقعتي تحت ايده مش هتعرفي تخلصي منه. ده تعرفيه ازاي؟ هتلاقيه واقف كده في النص شايل حاجات كتير، ماسك قمصان في هنا وشماعات هنا وبناطيل حوالين وسطه وشراب في دماغه وتايه وبتاع. ده لما تشوفيه سيبي المحل واطلعي اجري، ده عنده ازمه هويه وهيلاقي فيكي طوق النجاه ومش هيسيبك. اشتري مني اجري. في كمان نوع نمطي شهير جدا اللي هي الزبون القطر. دي الام اللي جرى وراها 4 عيال ونازلين يجيبوا الكسوه بقى. الام دي بتبقى مكشره جدا، متسربعه جدا، متنرفزه جدا، بتزعق عمال على بطال، عايزه تخلص وتروح ومتعطشه للدماء، وممكن تعمل اي حاجه لاي حد هيطول المشوار البشع ده دقيقه واحده كمان. ما عندكيش فكره عن الاكروبات اللي الست دي عملتها علشان خاطر تاخد الفلوس من جوزها، وهي عارفه ومتاكده انها هتجيب بيها هدوم هتظهر على العيال كمان 6 شهور، فتبقى حيرانه تجيب لهم هدوم كبيره شويه عليهم عشان تعيش معاهم شويه ويبقى شكلهم عبيط دلوقتي، ولا تجيب هدوم مظبوطه عليهم دلوقتي وتصغر عليهم فورا ويبقى شكلهم عبيط برضه. هي كده بايظه. فدي توسعي لها الطريق من سكات، وطي للعاصفه لحد ما تمر. دي عربيه اسعاف، اعتبريها كده، معاها حاله خطره، وسعي الطريق وخدي لك ساتر. في بقى الزبون الغلس اللي مفيش حاجه عاجباه، عايز يمشي الدنيا على مزاجه. هو ده تلاقيه بقى ايه، بيعدي على كل الشماعات والرفوف يعيد ترتيبها من الاول وجديد، يظبط الهدوم على الشماعات وهو بيبرطم. مش هتصور فوضى مش عارف ايه ده، عمرنا ما هنتقدم. ايه البلد احنا كده؟ يقف يطبق الهدوم من الاول تطبيقه المكواجي ويرتبها حسب الالوان من الفاتح للغامق، ابيض، بامبي، اصفر، اورنج، اخضر، ازرق، كحلي، بني، اسود. لو ما عملش كده يتضايق ويكش نولع احنا بقى نتلطع نتاخر، مش قصته. سخيف. الزبون الغلس ده طبعا على طول قافش. المحل حر كده ليه؟ التكييف ساقع قوي كده ليه؟ الحاجات بقت غاليه كده ليه؟ البروفه ضيقه كده ليه؟ القميص ده صغير كده ليه؟ هي الناس جرالها ايه؟ انا اتخنت قوي كده ليه؟ احنا مالنا؟ ولما يخلص جرد ويشتري فعلا بينظم الطابور اللي قدام الكاشير، على حسب الطول بقى والحجم. اطلب معلش لو سمحت حضرتك تيجي كده ماشي، احنا مالنا؟ وبيطلب ان كل حاجه من الحاجات اللي اشتراها تكون في كيس منفصل. احب اكياس معاه، يبقى خارج كده عامل شوبينج كده. لما بياخد الباقي يطلع المحفظه ويرتب العملات بالفئات، الصغير قبل الكبير، وكلهم باصين ناحيه واحده، فلوس، فاهم؟ مبقاش في حاجه بايظه. هو اصلا بيبقى خارج شاري ببيونه بس على كل الهيصه دي. ده برضه حاولي تتخطيه علشان تخلصي وتروحي. لو ما عرفتيش ابقي وقعه قدامه ستاند كده وقولي اوبس
اكتر نوع زبون منتشر وعمري في حياتي ما فهمتهم اللي هم زباين الفاترينا، اللي هم نازلين يتفرجوا على الفاترين بس مش معاهم فلوس، ما عندهمش اي نيه للشراء، بس نازلين يتفرجوا على الجديد، يجمعوا معلومات عن السوق كده وغلاسه. بيتعامل مع الفاترين على انه نازل ياخد جوله سياحيه في متحف الشمع. طب ايه الهدف من التعذيب ده؟ ايه المفاجاه اللي ممكن تحصل مثلا في نهايه اليوم ده؟ زباين فاترينا. في طبعا الزبون المتحرش، ده اللي بيبقى نازل يشتري او يعاكس ان امكن اي مصلحه اللي يطلع في ايده يعني. ده تلاقيه بقى عنده شويه جمل ملزقه كده ومهروسه من نوعيه التيشيرت ده هيبقى مجرم عليكي، وده غالبا بيتهزق ويمشي عادي، ما بيردش اي رد، بياخد التهزيقه وهو مش موفق خالص الحقيقه، علشان من البدايه مش محدد هدفه، وصاحب بالين كذاب، فتلاقيه دايما وحيد ولبسه وحش، لانه لا بيعرف يشتري ولا بيعرف يظبط، ده مش مركز في حاجه، ده راقص على السلم يعني مشتت. لو ركز في حاجه منهم هيبقى عنده اي ميزه. في بقى زبون العروض، ده اللي العروض بتصير فيه الغدد الاستهلاكيه واللعابيه بشكل ملحوظ، بيلاقي في اي عرض فرصه عمر اللي لو فوتها هيندم عليها بقيه حياته، فتلاقيه بيجيب مثلا 3 تيشيرتات نفس الشكل واللون عشان يحصل على ميداليه بلاستيكيه هديه مجانا، او 7 مايوهات علشان ياخد عوامه او منفاخ، او 17 كيلو رز نوعه وحش علشان كيس شعريه فوق البيع، ملزق وحش مش حلو النوع ده، اصل عليه عرض فظريف، بيتبعت بقى بعتات يا حرام. هو ده اللي اسمه فعلا زبون. وطبعا في الزبون الخطر بتاع انا ماشي بس راجع تاني. عزيزي البياع، اوعى تفرح انه علشان اختار ودفع ومشي ان كده الصفقه تمت وانت بعت. لا يا حبيبي ابدا، هو لازم يرجع اللي بيشتريه غلاسه كده. راقبه كده وهو بيحاسب ولاحظ حرصه على الريسيت وانت تفهم. الزبون ده هيرجع اللي اشتراه، الزبون ده هيرجع اللي اشتراه في خلال 14 يوم المهله، او على اقل تقدير هيستبدله، هيرجع تاني، والمره اللي جايه هيرجع اقوى واجرأ واشرس. انا ماشي دلوقتي بس راجع، وهرجع حاجات. الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ يا فندم مفيش مشكله، امورني. تمام، سبايسي ولا حراق؟ ميديوم ولا وسط؟ كان ولا ماشين؟ اوكي. تحب البطاطس عاديه ولا على شكل نجوم مبتسمه؟ طب تحب العيش عادي ولا على هيئه وشوش منفعله؟ طب تحب المشروب عادي ولا في شكل انهار منفجره؟ تحت امرك يا فندم. البطاطس اكسترا تشيز، العيش اكسترا دقيق، الكولا اكسترا غازات. اوكي يا فندم، ميرسي قوي، شكرا لذوق حضرتك، شكرا. لا يا فندم ميرسي، مفيش داعي للشتيمه، ده شغلي. ميرسي جدا يا فندم، مع السلامه، مع السلامه. الو يا فندم مساء الخير، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ ايوه يا عين امك، يو ماست هيلب مي. عايزاك تلم مراتك دي شويه، تشكمها، تحجمها، تفهمها ان امك هي الكل في الكل. ماما انت بتتصل بيا على الهوت لاين يا ماما؟ معقوله؟ ماما ده رقم الطلبات، هحولك على رقم الشكاوي، ثانيه واحده. الله، امال يعني اكلمك فين؟ هو انت عمرك بترد على تليفون؟ ماما انا اكل عيش ارد على تليفونات. كلمتك وما ردتش. على نفس الرقم؟ على نفس الرقم يا فندم؟ هو انا حلت غير الرقم ده يا موكوس؟ امور يا فندم. طيب طلب حضرتك ايه بالظبط؟ تديها كلمتين في جنابها، مراتك البارده دي. بارده؟ حاضر يا ماما، حاضر. هي البيتزا هتبقى، لا البيتزا هتبقى سخنه، وان شاء الله يعني بالنسبه لجنابها انا هنديها في جنابها، هنديها في جنابها، هتبقى ستافت كراست، نظبط لها جنابها، حاضر خالص ان شاء الله. طب شكرا يا فندم على اتصالك. يا ميلة بختياني، يا حظك المنيل يا سهير. ما هو انا لو كنت جبت لي حته بنت كان زمانها دلوقتي بقت عكازي، مش الصبيان اللي اول ما يتجوزوا يسيبوا امهم ويروحوا ماشيين. يا ماما ماشيين فين؟ احنا ساكنين في الشقه اللي فوقيكي. ماشيين اوكي يا فندم، ماشيين اوكي، يعني مش كان ما انا لو كان عندي راجل ما كانش بقى ده حالي. أفنيت زهرة شبابي عليكم من ساعة المرحوم ما مات. شوف بقالي قد ايه دلوقتي؟ من 30 ل 40 دقيقة يا فندم، من 30 ل 40 دقيقة، والاوردر يكون عند حضرتك ان شاء الله. هتكلمها؟ حاضر يا فندم. هتشكمها؟ من عناية يا فندم. وما تنساش تحجمها. لا اوكي يا فندم، تحت امر حضرتك. اوكي. لا تمام يا فندم، شكرا، ميرسي قوي، شكرا على اتصالك، باي باي. الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ ايوه يا حازم، هيلب مي لو سمحت، هيلب مي. هبه، ايه يا اخوانا في ايه؟ انت بتتصلي بيا برضو على نفس الرقم ده؟ معقوله؟
انا نفس الرقم يا فندم، البيانات متسجله عليه مش كده؟ انا الصوت واضح معايا كده؟ ايه يعني لما اكلمك على رقم الشغل؟ ما كل الستات بتتكلم من جوازها على تليفون الشغل وعادي. عادي مش سبايسي. اوكي يا فندم، العادي طبعا بيبقى الطف كتير. ذوق حضرتك ممتاز. امك كانت مصممه انها تاكل الولد من الرز اللي هي عاملاه، وانا جيت ادوق الرز لقيته كله بهارات وقرفه. وانت من ايام الخطوبه كنت قايل لي ايه؟ قلت لك لما تلاقي ماما حاطه قرفه على الرز اعرفي انها بتداري على جريمه. وايه كمان؟ وان الرز ده بيبقى معمول من وانا في الاعداديه ومتقيف ومتسخن. ونصحتني بايه؟ انك تقاومي وترفضي باي ثمن وباي شكل انك تاكليه. ليه؟ لان الرز ده من الحفريات، انا عارف. وهو ده اللي انا عملته بالظبط. قلت لها شكرا يا طنط واحنا خلاص متغديين. خطه في منتهى الذكاء. قفشت وطلبت معاها ان هي تشربنا الفراوله اللي في الفريزر. الفراوله انا اوعى عليها في نفس الفريزر، نفس الفراوله من وانا في الاعداديه سنه 82. 82 يا فندم. 82 البطل احمد عبد العزيز. طب تأمري بحاجه تانية؟ شكرا. هي قفشت بقى كده وقالت لي هتشربي الفراوله، يعني هتشربي الفراوله. طب ماشي، استني معايا اوردر. يا فندم مساء الخير. هتشربي الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا عايزه اعيش واربي عيالي على فكره. قرفانه يا اختي. ده كده مش كول سنتر، ده كده استوديو تحليلي. مالها الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا بخاف من الفراوله. ماما مش لازم يا ماما، يعني شربيها صلصه يعني اي حاجه تانية. ده انا عصراها بايدي. ما هي المشكله انها بايدك، ده معناه ان انت عصراها من قبل ما يخترعوا الخلاط يا ماما. على فكره بقى يا طنط، البفتيك بتاعك النهارده كان بيشد وكان مقدد. اسم الله عليكي يا قبل نظيره. حش يا اختي، طبيخك اللي زي الفل اللي ما حصلش. ده من يوم الواد ما اتجوزك وهو وشه بقى قد اللقمه. ما قدش الواد يا شيخه، حرام عليك. سامع مامتك يا حازم؟ لم مراتك. بقول لكم ايه، مساء الخير يا فندم، حازم معاكم. يعني انا لازم اهيلب يو. احب حضرتك تسمع العرض الجديد بتاع الشاطر والمشطور. الشاي ده يا فندم عباره عن شاطر ومشطور وبينهم زفت طازج، معاه كميات مهوله من المايونيز الملزق الدسم والخس الدبلان الفريش، ومعاه رز بالقرفه من ايام الاحتلال، وفراوله منتهيه الصلاحيه. راجع مع حضرتك البيانات عشان اجراءات الطلاق، ولا ادوا الفراوله عليا واولع في نفسي واخلص. شكرا لاتصالكم يا فندم، ونتمنى لكم وجبه سعيده بقى. المطبخ في البيت المصري ما فيهوش اي حاجه عجيبه قوي غير الطاسه السوداء المكلكعه دي. الطاسه دي بيبقى عليها طبقات متراكمه من حاجات سوداء، ملخص المأكولات اللي اتطبخت من وانا صغير على نفس الطاسه دي. بس هي لسبب ما عزيزه على ماما جدا، واهم عندها مني انا شخصيا. لو اقترحت عليها انها ترميها بيجي لها بوادر كومه السكر وبيبقى يوم اسود. في المطبخ المصري كمان راديو ترانزستور، مش عارف بنجيبه منين ده. معلوماتي ان هو انقرض من الثلاثينات، بس بتلاقيه في المطبخ وبيبقى تبع الاثار بتذاكر وكده. تشغل الراديو وتحط تسمعه. هو محطه واحده عشان مزيت، ما تعرفش تقلبه، هو ثابت على المحطه دي. في طبعا شويه ملابس داخليه تم اعاده تدويرها وبقت حتت للمطبخ، دي متعدده الاستخدام. في ضرفه سلك مخرومه خرم ضخمه على الشباك محشور فيها ملابس داخليه عشان الفيران. غالبا الحته دي بتضايق الفار جدا، لانه غالبا بيبقى مش عارف يخرج، فاهم؟ هو عايش معانا. طبعا لازم تلاقي علبه جبنه اللي هي عليها ستيكر دي، كوبايه. ايوه كوبايات، تبقى كوبايه شاي ونشرب الشاي وهو في أيوة. طبعا بتلاقي كنكه من غير ايد وبراد ايده سايحه، دول في قسم الحروق مع بعض كده. معاهم الطبق الصيني الوحيد اللي فلت من الطقم القديم اللي كان في جهاز ماما، ومشروخ من هنا كده من جواه. اوضه الكراكيب، الاسم لوحده كفايه. مرتبه قديمه، سرير مكسور، مكنه سنجر قديمه تعرفش ليه، عجل العيال وهم صغيرين، سلم ايديال، البومات صور، ميزان ما فيهوش بطاريه، وفيديو بيتاماكس واتاري، شرايط فيديو بيتاماكس واتاري، كتب قديمه، تراب. ساعات البلكونه في البيت المصري بتكون الاكستنشن بتاع اوضه الكراكيب، غير التوم والبصل اللي متخزنين فيها. طبعا ممكن نلاقي فيها عجله قديمه مثلا، سلم، جرايد كتير، سبك مخروم من غير قاعده، بورصه ما بيتحركش من مكانه وباصص لك بتحدي كده بقاله كتير قاعد معانا. غالبا بيكون في صباره ميته. شوف انت بقى لما الصباره اللي هي بيئتها الطبيعيه الصحراء تموت في البلكونه اللي عندي، يبقى البلكونه دي ايه؟ من كائنات البلكونه برضو تلاقي كرتونه كانت بتاعه سخان او غساله، اللي هي من ايام ما كانوا بيكتبوا فيليبس بالعربي. الكرتونه دي لازم لو فتحتها تاخد بالك وانت بتفتحها لحاجه تنط في وشك، تلبس تقيل وشك، لبس مستكشفين، تجهز حبال، مشاعل، وضغوص بقى في الماضي. هتلاقي تليفون بقرص وسلك طبعا من التسعينات، وانت خارج من البلكونه شايل التليفون محدش يعرفك.
انت شخصيا ده انا جربتها. وهتلاقي جرايد برضه. الجرايد القديمه عموما يعني جزء كبير من ثقافه البيت المصري، والمصريين بطبعهم يعزوا الجرايد قوي يعني. مثقفين؟ لا مش عشان كده، لا خالص. لا بص، هو احنا بنحب الجرايد لسبب تاني، علشان خاطر انت هتجيب ازاي كميه الورقه دي بجنيه وتجي لك لغايه البيت. اخطف رجلك لسمير وعلي كده، حاول تشتري ورق قد اللي في الجورنان ده يا معلم وقول لي هتدفع كام. الجرايد في البيت المصري بتتحول لحاجات كتير جدا، مفارش للسفره، هو الدواليب تحت ازاز الكومودينو، سجاد على الارض، ادوات تنظيف تلمع بيها، تقصقصه، تعمل زينه. فاكر السامبوكسات؟ ايوه الجرايد برضه. تلف بيه الرقاق اللي جاي من البلد اللي هو موطني الاصلي فوق الثلاجه، نسيت اقول لك عليه ده. حشو للجزم عشان ما تتطبقش، اي حاجه الا الهدف الاصلي من الجرايد اللي هو القرايه. عندك الجزامه، احنا غاويين نحافظ على تاريخ تطور حجم رجلنا وتطور الموضه في نفس الوقت، من ايام الكوتشي والاميجو اللي بينور لغايه سكتشرز والكروكس. ما نرميش حاجه ابدا، كله موجود. تفتح الجزامه كده تاريخ يفوح كده بالريحه بالعك بكل حاجه. من الاماكن الغريبه والمميزه قوي في البيت المصري هي فوق الدولاب، منطقه رهيبه موحشه. عارف اليوبلس الجديده؟ تروحش هناك بعد التجمع كده، عشان توصل لها لازم تبقى مغامر حقيقي، حتى مقطوعه فعلا. لازم تبقى بتعرف تتسلق، تستخدم سقالات، باراشوت، فاهم، سلالم. في الاخر مش هتلاقي اي حاجه شيقه، هتلاقي شويه شنط وبطاطين قديمه وجرايد. برضه الاوض اللي في البيت المصري ما فيهاش حاجه مميزه قوي الا مراحل التطور التقليديه اللي بتمر بيها. يعني مثلا اوضه نوم بابا وماما بتبدا باوضه نوم فعلا، مفرش سرير عروسه بكرانيش، اضاءه جانبيه حالمه، جو لطيف جدا. تدريجيا المفرش ده بيتلم ويتشال في الصحاره عشان العيال ما تعملش عليه حاجات مش تمام يعني. الاضاءه الحالمه دي بتتبدل بلمبات نيون بيضه موفره بترعش عشان عايزه ستارتر. طبعا ليه؟ علشان نشوف واحنا بندور بقى على فرد الشرابات اللي ضاعت والتتينه بتاعت الواد اللي وقعت ما بين السرير والكومودينو وبتاع. الكومودينو بالمناسبه اللي تحت الازاز بتاعه صور ابيض واسود مقطوعه وملزوقه لناس ما حدش يعرفهم. تسال ماما تقول انا مش عارف، انا لقيتها. وشويه كروت سبوع، جيبوا شعراء عاميه يكتبوا حاجات حلوه قوي على السبوع. فاكر مش عارف ما تبصوش مش عارف ايه، انا جايب نمي، عارف الحاجات دي مش موزونه وبتركب على اي اسم. التسريحه بيتشال من عليها كل الكلام الفارغ ده طبعا علشان المكياج بيتاكل عادي، العيال بيجوا بقى بيدمروا. وتم تحويل الاوضه دي لاوضه غسيل، اكوام من الغسيل، نضيف وعاوز يتغسل وعايز يتطبق وعاوز يتكوي، وصيفي وشتوي. اوضه السفره بقى بتبدا حياتها كاوضه سفره فعلا، تدريجيا بتتحول لمكتبه الاسره او سنتر دروس خصوصيه مثلا، او مكتبه النجاح للادوات المكتبيه والكراسات والجلاد، وفي تصوير مستندات على فكره اللي انت عايزه. انا بقى عشان اريح دماغي خالص عملت بيتي نضيف شيك، مفيش اي بقى الكلام الفارغ اللي حكيته لك ده، فاضي تماما، ابيض فابيض، مفيش الرغي ده، حاجه اخر حلاوه. تمام بقى انت دلوقتي كده ده مستريح وتمام طبعا. لا الحقيقه انا يعني اسبوع وتعبت نفسيا وانا واقف في المطبخ، وحشتني الفانيلات اللي بتبقى في المطبخ والنيش وكده، فجبت الحاجات بتاعت ماما والحمد لله بقينا زي الفل دلوقتي الحمد لله. يا المدرسه وايام المدرسه وذكريات المدرسه، ذكريات جميله، احلى ذكريات في الدنيا اللي هي بتكون شخصيتك وبتدي لك ماتيريال وافكار كتير قوي تحكيها للدكتور النفسي بتاعك لما تكبر. سر عظمه الذكريات بتاعت المدرسه دي واحنا صغيرين ان كلنا بنتساوى، كلنا يعني الام الصحيان بدري دي كلنا عشناها، وبدري ده يعني بدري قوي وبدون سبب واضح، بدري بزياده عن اللزوم، قبل الاذاعه ما تفتح، قبل الفجر. قال يعني اليوم الدراسي لو بدا الساعه 11 الدنيا هتطير، ما نروح 11 ونتاخر شويه اخر النهار وخلاص. يعني هنفوت ايه؟ يعني هنفوت الافتر بارتي اللي بعد المدرسه لو اتاخرنا شويه. الصحيان بدري قوي ده كان بيخلينا كلنا كتلاميذ نبدا يومنا بنفس الشعور، شعور ان حد ده لقى جاروف رمله في عينيك. وكلنا برضو كنا بنواجه نفس التحديات ان احنا نفتح عينينا، ان احنا نشيل الغطا الناعم من علينا بارادتنا الحره. بعد كده التحدي الاكبر بقى خناقه كوبايه اللبن الشهيره اللي بتنتهي غالبا بشتايم تمس الرجوله والشرف. طبعا على ايامنا ما كانش فيه البدع بتاعه اللانش بوكس والووتر فلاسك والحاجات اللي استغفر الله العظيم ظهرت لولادنا دي. هي حضرتك الزمزميه الخضراء المبططه دي فاكرها اللي بقها ضيق قوي دي وما بتنزلش حاجه، والكيس النايلون اللي فيه سندوتش الجبنه الرومي او جبنه بيضه وخيار دبلان جوه كده عامل زي جلده الحنفيه وهي طريه. ويوم اللانشون ده بتبقى رايح المدرسه حاسس ان انت مهندس ديكور قد الدنيا. لانشون ساعات بقى بيبقى فيه موزه بس علشان دي مش ثابته فدايما بتتنسي، وبنلاقيها بعد يومين متفعصه في كراسه العربي تحديدا عامله موضوع تعبير كده لوحدها. كلنا بنلاقيها متفعصه ما عدا دايما كان في واد بيبقى كده مختلف شويه في المدرسه، هو الوحيد اللي معاه المقلمه اللي بالمغناطيس دي والمسطره اللي فيها حاجات بتلق، ومامته بتعمل له سندوتشات كفته وشيش طاووق واحنا بنقعد جنبه مش بناكل بنتفرج بس. فاهم؟ تشم ريحه، تاكل انت جبنه من ام خيار دي وتشم الريحه بتاعت الشيش طاووق بمنتهى السعاده. غير كده كلنا زي بعض، صحيان، حمام، لبن، جبنه رومي، باص، جلده حنفيه، كلنا. دي حتى السويتس بتاعتنا الحلويات وكده اللي كانت بتتباع في المدرسه كانت معاناه. عصير بيست اللي السلوجان الرسمي بتاعه لو راجل وريني هتعرف تحط الشفاطه ازاي، مستحيل. وفخر المجموعه بقى الدوم،
الدوم ده حضرتك عباره عن نبات عجيب شبه الزلطه بالظبط. هي زلطه قرعه خالص. لما تنجح بصعوبه انك تقشر الصلعه دي بيظهر لك تحتيها شعر فجاه. مهمتك بقى ان انت كطفل انك تقعد تهرش لها مش تاكل، تهرش لها باسنانك كده شويه علشان تحصل على طعم عجيب ملوش اي معنى خالص. يعني مثلا كان في القصب ده برضو كان بيحتاج مجهود استثنائي، بيعتبر اكله متعبه شويه. يعني كطفل تشتري عصايه ناشفه طويله وتمشي متورط بيها في الشارع طول الطريق علشان تبدا تكسرها وتقشرها علشان توصل لالياف خشب جوه تعضها وتفها. يعني هي فكره مش لذيذه قوي، بس على الاقل النتيجه بتبقى يعني في سكر. لكن الدوم ده لغز، ولا طعم ولا شعر ولا اي حاجه. طب انت فاكر موضوع اليونيفورم؟ انا قعدت افكر كتير ليه في يوم لبسوني جلابيه كاروهات قصيره اللي هي المرياله، وولاد وبنات بيلبسوا نفس الموضوع، ولما كبرت بقى قميص بيج كئيب عليه جرافطه باستك رفيعه كده، والقميص متخيط عليه لوجو المدرسه متخيط هنا كبير كده. ليه حسسوني ان انا في مزرعه دواجن كفرخه؟ انا بحس الاحساس ده بالذات في اليوم بتاع التطعيم. عارف لما بنقف طابور كده فراخ كله بالطعم كله بنفس اللوجو نفس القميص. انا عارف اكيد اليونيفورم ده مش عشان مامتك تحطمك نفسيا وتفرج ولادك على صوره اول يوم مدرسه. فاكر اليوم ده؟ فاكر كنا ضاحكين ازاي؟ انا سايب البيت ورايح للمجهول بمرياله وانت بتصوريني. وبعدين اكتشفت ان هم كانوا بيلبسونا كده عشان نبقى كلنا زي بعض، نبقى ميه واحده. لكن افتكر معايا كده، كل فصل دخلته كان فيه انواع من الطلبه مختلفين عن بعض، حتى لو كانوا لابسين نفس المرياله اللي ما حدش فاهم ليه مسمينها الاسم القذر ده مرياله. مش فاهم ليه، يعني المهزله من الهزل، المساله من السؤال، المرياله دي من ايه؟ هي اسمها كده. المهم يعني لو بصيت على تشريح الفصل هتلاقي ايه؟ هتلاقي مبدئيا في المقدمه وفي الصف الاول الطالب الدحيح الشاطر الصمام، ده اسمه العلمي الموس. ده بيتواجد في الصفوف الاماميه من الفصل. مواصفاته الشكليه غالبا بتكون نظاره طبيه سميكه، شعر مفروق من على الجنب، متسرح قوي، ملتزم باليونيفورم حته حته، مزرر كل الزراير، منتبه جدا للمدرس. ده اللي انا عمري ما فهمت هو بيجي المدرسه ليه اساسا. طالما حضرتك ناصح كده وفاهم كل حاجه ومحضر الدروس اللي لسه ما خدناهاش، ما تقعد في البيت بقى وخلاص ما تضايقناش. في الصف الاخير بقى لما ترجع ورا خالص هتلاقي الطالب اللي عكسه تماما في نفس الفصل وبنفس المرياله، الطالب الفاشل الفائد البلطجي اللي كل سنه بنتساءل هو ازاي عدى السنه اللي قبلها اصلا. ده بيبقى شعاره العلم لا في الراس ولا في الكراس. والصف الاخير ده معظمه بيبقوا مسجلين خطر، والطالب ده بيتواجد في الصف الاخير ومحاط بشويه اتباع كده، شمر القميص فاتح الكرافته كنوع من انواع التمرد. وظيفته في الفصل حاجتين، انه يشتت بقيه الطلبه عشان ما حدش يفهم ولا يبقى في حد احسن من حد، والوظيفه الثانيه انه يختار كل يوم ضحيه من العيال السيس عشان يتسلى عليهم. الخط الوسطاني بقى اللي هو بين الولاد والبنات، الطالب الحبيب بقى اللي جاي المدرسه يظبط. النوع الحبيب ده بقى يا معلم بيبان من الحضانه على فكره، بيبقى صغنن كده ومدور وكلبوز واخد باله من شكله وشايف روحه، ما يتفتفش وهو بياكل، ما يعيطش خالص لو مامته اتاخرت، يحاول ما يعملش بتبيع على نفسه عشان يعني شكله قدام البنات يبقى ظريف. هو ده ميزته، انه بيحاول يمشي جنب الحيط وبيفضل كده لغايه ما يكبر، ما يعملش حاجه وحشه عشان يفضل دايما شكله كويس قدام الوينج الشمال بقى بيبقى فيه الطالب القافش، ده اسمه الحركي ابو الغضب. ده الواد الشمال اللي على طول محسسك ان النهارده مش يومه، صاحي كده منية قلبه مقبوض مش طايق دبان وشه، كل امله ان اليوم ده يعدي على خير. وده بيتواجد في الديسك اللي جنب الحيطه شمال علشان بيغمض عينيه وهو مكشر قوي ويمثل انه نايم. وعلى فكره ده لما بتقفشه انه نايم بيتضايق، يا خالد انت نمت؟ يقول لك لا انا كنت بحسب حسبه بس. الوينج اليمين قدام بقى ده تلاقي فيه الطالب الاستفهامي، ده اللي بيسال اسئله وحشه ومؤذيه ومحدش عايز يعرف اجابتها. النوع ده غالبا بيكون طالبه بنت، دي اللي بترفع ايدها بمنتهى الحماس والنشاط فجاه بعد ما الجرس يضرب والحصه خلصت والراجل بيلم حاجته بتقول مستر حضرتك مش هتشوف الواجب اللي انت طلبته امبارح ومش هتدينا الهوم ورك بتاع النهارده. دي بقى الزمن بيتوقف اول ما ترفع ايديها وتسال السؤال الحيوان ده، تبدا تسمع صوتها بطيء وتخين كده، مستر فين الواجب. شوف نفسك وانت بتقوم من مكانك بالتصوير البطيء بتشيل الديسك اللي انت قاعد عليه وتكسره فوق دماغها. البنت دي اللي بتطلع الوحش اللي جواك، اللي بتحولك لمجرم من وانت في تانية ابتدائي. في بقى الطالب اللي في مركز الليبرو او راس الحربه، اسمه الحركي الطبال او ضابط الايقاع. ده اللي مسنطر نفسه قدام المدرس، عامل معاه اي كونتاكت على طول، بيهز راسه بالموافقه على طول بدون توقف، موافق على كل كلامه، بيأمن على كل حرف بيقوله وبيدعمه في كل قرار بياخده، وهو مش فاهم ولا حاجه بس هو بياكل عيش. في بقى يا عيني واحد ملوش مكان دايما، يعني كنا نسميه زمان الكلب الحيران، ده اللي بيجي كل يوم متاخر، كل يوم مهما كانت اهميه الحصه او خطوره الامتحان او صعوبه اليوم، اي حاجه. يجي شعره منعكش، لبسه ملخبط، عنده الشنب شايب لبن هنا كده من امبارح، بيخش يعتذر ويفضل يلف مش لاقي حته يقعد فيها ومش عارف يقعد فين، تايه كده يا عيني، حرام جاي غلط. حضرتك بتشوف اليونيفورم موحد العيال كلهم لكن ما تصدقش اليونيفورم خادع يا معلم. ياما البدل بالداري سلطه ومحدش داري. اي والله العظيم. معلش انا اسف بقى، انا قعدت افكرك بحاجات زمان وقلبت عليك المواجع، شكلك اتاثرت انت من الذكريات. لا اتاثرت ايه، انا بتعلم بره. بتعلم بره فين يعني؟ مش فاهم. بره البلد. طول عمرك يعني بره؟ طول عمري بره.
الله، وسايب نهري وعمال يقول لك تهرش للدومه وتقرقش قصب وتصحى الصبح لا انا عايز اسمع تجربتك انت. ايه الظريف في تجربتي انا؟ ظريفة يعني مش فاهم. لا انت ايه وانت بتضحك على ايه؟ طب ما انا مش حابب كده، احنا لو انت عايش هنا كنا ضحكنا سوا ونبقى لذيذ ونفتكر حاجات وحشه بتاع، لكن انت مالك؟ انت مالك؟ اتعلمت، ما اتعلمت بره. انا غلطان ان انا قعدت اسمع السفسطه بتاعتك دي. لا سفسطه ايه ده؟ انا بقول لك على بتاعت التريقه، يعني انت بتضحك بتتريق، انت جاي تضايقنا. طب انت فاتك كتير بقى، واحنا اتعلمنا هنا احسن علام على فكره. مش عارف ليه نفسي هفتني على الدوم كده. ميزه الرجاله الرئيسيه ان هم كائنات بسيطه، اطفال جدا، دي احلى حاجه فيهم، مش محتاجين مجهود ولا ذكاوه ولا خطط عشان تاخدي منهم كل اللي انت عايزاه، السر كله في التوقيت. عشان كده انا النهارده بمنتهى البساطه هقول لك ازاي تكسبي اي راجل في 30 ثانيه. اول نصيحه انك تختاري التوقيت المناسب. كل راجل عنده حته كده في حياته لو عرفت تخشي جواها هتاخدي منه كل اللي نفسك فيه. يعني عندك مثلا الوقت اللي بعد الماتش، طبعا في حاله فوز فريقه طبعا اطلبي اللي نفسك فيه بقلب جامد. الوقت اللي هو بعد ما تحطي قدامه اكلته المفضله الدسمه وقبل ما يمد ايده عليها وبقه كده ملغوش على كل حواسه التانيه، عارفه اللحظه دي؟ خشي مضيه على بياض. الوقت اللي هو بعد ما تعفيه من زياره عائليه، حبيبي بص احنا مش هنروح عند طنط فلانه النهارده وعايزه كذا وكذا وكذا، دي ممكن يديكي فيها عينه الاثنين. ال 30 ثانيه اللي بعد فوزه في 10 الطاوله، بولت استيميشن، بعد ما يحل لغز ميكي، والله احنا في منتهى اللذاذه، تافهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحده او بيبص على واحده معديه، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم ساعدك. ممكن تكتبيه شقه فصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور. ايوه ازاي بقى؟ ساعه الحظ، ما انا لسه شارح. النصيحه الثانيه بقى حاول ان انت تنفخيه. هو ده. لا لا انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي نفختيه. احنا هايفين قوي، والله ده احنا في الحته دي مفيش، والتقدير بياكل معانا وقتي. التقدير خسرك كتير؟ لا يعني هي صعبه دي، ما تعرفيش تخسري؟ لا صدقيني يا بنتي، انت لو خسرتي هتبقى انت الكسبانه، جربيها. النصيحه اللي هقولها دلوقتي صعبه شويه انا عارف، بس بالتمرين تقدري تعمليها وانت سايبه ايديكي. النصيحه دي بجد هتوديكي في منطقه تانية خالص في علاقتك بالراجل، هتعدي البراميل. انك تضحكي على قلشه، لما يقلش اضحكي، ودي على قد قلشه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني، وهتدعي لي برضه. طيب نصيحه تانية بقى فيها لبس مربك حبتين. الرجاله صحيح تفصين ويحبوا الاكل قوي، انت عارفه، يحبوا مود الاكل وريحه الاكل والحاله بتاعه الاكل دي، بس مش في الهدوم نقطه. البيجامه اللي ريحتها كفته مش حلوه، ديل الحصان اللي ريحته طشه مش طعم خالص. انت تنظمي بقى، تعملي جدول تعلقيه على الثلاجه، تلبسي البيجامه بتاعه الكفته امتى والطشه بتاعه ديل الحصان، فاهمه؟ نظميها، هو ذنبه ايه؟ نصيحه بقى غايه في الاهميه، اديله مساحته والتمثيله الاعذار وحطيه في حجمه الحقيقي. يعني ما بيردش على التليفون، مفيش داعي تكلميه 46 مره وتكلمي مامته وباباه واخواته واصحابه وزمايله ونسايبه ومدرسينه وهو صغير. ما هو مش لازم تطوري الموقف بالشكل ده، ما انت برضه بتعملي حاجات غريبه، يعني بتحطي اغنيه سابني وراح يا هوا على الفيسبوك، معقوله للدرجه دي في 5 دقائق عشان ما ردش تكتبي ستاتس فحواها ان ما اقصى ما يمكن ان يشعر به المرء هو الفقد الغير معلن والتجاهل المؤلم القاسي، قسوه بروده ليل في شتاء غابات النرويج المطيره واشياء في ايه، وفيلينج ساد ودموع مواساه الاصدقاء والجو. ليه كده؟ الموضوع عنده ابسط من كده بكتير. احنا مخنا ما بيجيبش المناطق المتطوره بتاعت حضرتك دي خالص. الراجل هتلاقيه حاجه من الاثنين، يا اما نايم يا اما بيتفرج على مصارعه سيدات ومش مركز معاكي، بس صدقيني مش هتخرج عن كده ابدا. اتك على الصبر. اخر واهم نصيحه معانا بقى، في شويه كلمات ارجوكي بلاش تقوليهم للراجل، لا في خناقه ولا من غير خناقه ولا في الحرب ولا في السلم. ابعدي عن الرصه دي. بتفكر في ايه؟ انت فين؟ نزل الستاره، ارفع القعده، ما تهزش رجلك، مامتي مامتك معرفش تلاقيها عندك، سيب فلوس، احنا محتاجين نتكلم، لو مهتم كنت عرفت، انت اتغيرت. مين نرمينتي؟ هترجع امتى؟ ما تتاخرش، مالك؟ انا احلى ولا مديحه كامل؟ احلف. سمعت الرصه دي تكتبيها برضو عندك في نوته كده وتقريها كتير عشان ما تقوليهاش، علشان تعرفي تعيشي في سعاده وتستخدمي النصايح بتاعتي دي وفعلا هتنبسطي. عرفت ازاي تكسبي الراجل في 30 ثانيه؟ اخر حاجه هقولها لك بقى نصيحه هايله جدا وهتحتاجيها طول الوقت، ازاي تملصي من راجل غلس في 30 ثانيه. ها انت بقى بقيتي شاطره وممكن انت بقى تقولي لي ازاي تملصي من راجل غلس بالطريقه دي. سكتي ليه؟ لماحه البنت دي ملصت. اهلا بيك في حضرة الشيخ سعيد الدجال، اكشف المستور من ورا البحور وعندي حساسية في صدري من البخور. اموريني يا ست الكل. 10 سنين متجوزني ولا عمره دخل عليا بهدية، اتصرف لي بسرعة في الحكاية دي. عايزة جوزك يجيب هدية.
لا حضرتك كده عايزه يا اسامه منير يا سوق .com، انا ماليش فيه. نيكست. ليه صبرك عليا؟ هو انت مش دجال ولا ايه؟ لا بمعنى يعني تفك عمل، تعمل عمل، تحضر عفريت وتلبسه. نعمل حاجه. نتصرف نعمل شويه شغل خلاص. يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنه ورعشه والحاجات دي. اصلا انا كمان الحاجات دي بتخليني اشوف حاجات وحشه بالليل يعني. حمو. يا ولي يا عم سعيد، عندي حوار مع جنية هخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وقلب الحبيب بتاع الدكتوره منى؟ بقول لك ايه، هي زعلت مننا المره اللي فاتت لان القلب ما كانش طازه. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا، هنعوز شويه معلومات، جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. بعت لك كل المعلومات على الواتس، افتح العصايه واستقبل. هفتح لك اوتو ستوب. اتكل على الله. انت ازاي بتقولي ما بيجيبش هدايا؟ نبي ما بيجي. لا ده جايب هديه اهو. مش انت هياتم ترتر اللي شغاله في كباريه الاخلاص؟ هياتم ترتر؟ ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، يبقى غيريه مش مشكله. لا ايه ده انا عندي كمان جايب لرشا وعلياء وفي نشوه طويله جدا. ده في روي كمان، ده كلب، ده كلب الخسيس الرمه يجيب هديه للرقاصه وما يجيبليش؟ حاضر. هي دي مشكلتك. انا بقول لحضرتك ده جاب لي كلب وما جابلكيش. انت متخيله؟ انت حضرتك تطلعي من هنا على ريهام سعيد، احنا هنا برنامج كوميدي، ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانه زوجيه وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمدي. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال، يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا دي؟ كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايز دي انا اعرف. انا دجال. مش عارف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهارده. اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل ما بجيب هدايا لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هديه لست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيبلهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافه باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شويه. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجه سبيشيال، حاجه هي بتحبها قوي وكانت غاليه قوي 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 قوي، وبرضه مش عاجب. ايه ده؟ جبت لها ايه؟ جبت لها انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهه الصغيره دي، اخلص. جبت لها علبه الوان 260 لون. 260 لون؟ يا حبيبي انت متجوز واحده في تانية يا حبيبي. انك تجيب هديه للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هديه للست تحسسها انها وحشه ولا كبيره ولا تخينه ولا حتى عاديه. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجه. بقول لك ايه، انا هعمل لك عمل هخليها تحبك وتحب اي هديه انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت الصناعيه بتوعي، ولا اولع في المكان ده كله واروح ابات في شقه المانيال عشان تصدق اني دجال؟ يا اخي دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال يا مولانا. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل؟ هنعوز جل شعر للولا حمو، وهنعوز سمارت فون سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ديك، ركب نمل، وراك فراخ؟ لا ما حضرتك مش داخل عند فرارجي، لا الكلام ده كلام قديم. العفاريت دلوقتي بقوا حاجه تانية خالص. اكتب بقيه الطلبات، ركز. هنعوز اكس بوكس لعصام العفريت لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق، و10,000 جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريته معانا برضه بس ما بيعجبهاش اي حاجه فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاها. قصدك ايه يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ دي النيله، ما قصديش حاجه يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هديه بس يا بابا بقول لك ايه، انصرف مصلحتك مقضيه، سيبني في اللي انا فيه، انصرف. السلام عليكم.
يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجه؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى يا حبيبتي. انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبه كتكوت، رجل نمله، اي حاجه وخلاص. لكن انت مش موقف فظيعه فظيعه. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجه وتيجي عندي وتعطى. انا دجال بس مش بابا نويل. افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها. اعمل فيكي ايه؟ يعني اولع في نفسي، اضرب الوضع عشان افهمك، ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى؟ طب يا نجوى انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى. يعني يوم ما تسخط نفسك لدبدوب؟ ايه الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز. المثل الشعبي بيقول لك ايه من زمان؟ بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. شفت دافع تنظيف البيوت وترويقها عندنا من قديم الازل ايه؟ ان ما حدش يطب عليك فجاه ويقول عليك زباله بس كده. يعني مش عشان البيت يبقى نظيف فعلا لا سمح الله خالص، دي كلها شكليات. علشان كده تلاقي ان تجهيزات البيوت بتختلف حسب نوع الزياره وشكلها، او حسب الظرف بشكل عام. ازاي؟ الزيارات الرسميه زي زيارات النسايب، عزومه مديرك في الشغل، فاهم؟ دي بتبقى تجهيزات عامله ازاي؟ بالظبط زي تجهيزات الشوارع للزيارات الرسميه. بيعملوا ايه؟ على ما اعتقد كده تقريبا بينظفوا الشوارع وبيبعتوا عربيه الرش والجو ده. لا طبعا، هم اذكى من كده بكتير. ينظفوا ايه يا ابني؟ هم بيحفلطوا خط سير الزياره بس. يسفلتوا الشارع اللي هيمر فيه الموكب، يحطوا ورد وزرع مؤقت على الجنبين، يخبوا الزباله في الشوارع الجانبيه وتعشت. مش كده؟ الزيارات المنزليه الرسميه بالظبط نفس الفكره. احنا هدفنا هنا مش اننا ننظف خالص. امال بيعملوا ايه؟ احنا هدفنا المباشر اننا نبين البيت كانه متنظف. ازاي؟ اقول لك. التارجت بتاعنا هنا هو الليفنج. هي دي المنطقه اللي بتاخد مجهود، عشان دي اللي بيبقى فيها هدوم، بواقي اكل ومناديل مستعمله، ازايز فاضيه، دراعات بلاي ستيشن، بيومي فؤاد، كتب، مجلات، لعب اطفال، كلاب، اهداف كاس العالم 90، الحاجات دي كلها. ارمي بقى كل الكراكيب في الاوض، ما تنشرش الغسيل اللي مش نظيف، كومه كله، خبيه في الغساله او في البانيو، وحط صابونه جديده. تقلقش هنشيلها وهنرجع البروه بعد ما يمشوا اللي احنا شغالين بيها اساسا. نغير الفوطه، خدر العيال وكممهم ونيمهم واقفل الابواب. طبعا اوضه الكراكيب بنجيب اذن من النيابه وبنشمعها بالشمع الاحمر. ليه كده؟ علشان كراكيب دي هتاكلنا. ده وحش جوه. خلاص بره بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي: هنكنس السجاجيد ونلمع الارض اللي حوالين السجاده، فاهم؟ سواء كان باركيه، سيراميك، بلاط، اي حاجه يتظبط كويس. اما اللي تحت السجاد وتحت الكنب والكراسي وبين الشلت ده مش مهم اطلاقا. لا ما تضيعش وقتك في الحته دي. هنلمع الموبيليا اللي موجوده في النطاق ده بس، اللي تكون في مستوى النظر. فوق قوي لا، تحت قوي اوعى. هنشيل البياضات من على العفش وننفض تنفيضه خفيفه من على الوش كده. مفيش اي داعي للتنفيض العميق اطلاقا. بالعكس بقى، على فكره ده يفتح عليك باب جهنم، مش هتلاحق على المفاجآت اللي هتطلع لك. خليك سطحي، ليك خفيف، ها على الوش كده. المفارش مهمه جدا في نوع الزيارات ده. ارمي مفرش على اي حاجه عندك شكلها مش قد كده. اي حد شكله مش عاجبك في البيت قبل ما الضيوف يجي ارمي عليه مفرش. المفرش ده زي السحر. هنهتم جدا بالاضاءات في الزيارات اللي من النوع ده، الاضاءات الجانبيه الرومانسيه الخافته. انسى بقى النجف والاضاءه المباشره والفضايح دي. اباجورات جانبيه بلمبات 50 واط بالكتير، دي ممتازه تخبي عيوب الدهانات بتاعت الحيطه، بقع العفش، خروم الستاير، عيوب البشره والتجاعيد، علامات تقدم السن، الهالات السوداء، فاهم؟ كل ده بيتدارى. طبعا بالنسبه لتجهيز البيت للزيارات الرسميه، الكلام اللي فات ده بقى ما يمشيش خالص مع زيارات التفتيش. زيارات الايه؟ التفتيش. طبعا زيارات التفتيش دي الستات عارفاها كويس، حماتها، اخوات جوزها، ضرتها، مرات صاحب جوزها السكانر الشريره بتاعت انت تخنتي قوي ولون شعرك مش لايق عليكي، مناخيرك موضتها بطلت، انت عندك حاجب اسود وحاجب بني ولا ايه؟ وريني كده، ارفعي الحاجب، اعملي كده، اللي واقفه لها على الواحده دي. بص يا معلم، الزيارات دي تنفض لها تنفيضه تمام، تنفض لها خالص، نفض. يعني ننفض لها خالص، يعني ما نفتح لهمش الباب، ما ندخلهمش اصلا. لا يا ابني، لا ما تفهمش غلط. بننفض لها البيت بجد حرفيا من بدري، فاهم؟ مش نحلق يعني، لا يعني بننفض ونمسح ونسيق ونقشط ونعطر ونلمع ونسفلت والجو كله ونحلق كمان. يعني لو ينفع تحلق قبلها، الست ولا الراجل؟ احتياط كله، يعني كله يحلق يتنفض مع بعض مع السجاد وانت معدي بنفس المكنه. نحلق بجد. ده تفتيش يا ابني مش هزار. كل عيش
في زياره بتكون ليها بقى استعدادات خاصه جدا، اللي هي زياره العريس. دي مش زياره تنفيض، لا دي جراحه تجميل شامله. نعمل ايه بقى؟ بنغير الديكورات، نعيد هندسه البيت داخليا ونركب كهارب جوه وبره، نقشط الارض وندهن الحيطان سبونج، ننجد الصالون ونغير اللمبات الموفره البيضه دي علشان الفضايح، ونطلع بقى الفنان التشكيلي اللي جوانا بقى. فجاه كده بيظهر عندنا اهتمام قديم بالفن وبالحركه الفنيه، نبتدي نشتري لوحات انتيكات، تماثيل برونز، نوافير رخام، اثار فرعوني وروماني. بنحول البيت لمتحف محمود خليل. الكلام ده لحد امتى يا معلم؟ امتى؟ لحد كتب الكتاب. كتبنا الكتاب اكيد اتكتب، تراجع عليه، تبص على الاختام، على الورق، على كل حاجه. يلا حبيبي رجع لي الحاجات دي كلها على المخزن، هات الرهن، وقبل العريس اللي جاي تبلغني قبلها باسبوع، كل حاجه ترجع لك تاني. خلصت. في بقى كمان تجهيزات البيت للزيارات اللي فيها عيال بعد ما العرسان يخلفوا، والجو ده طبعا دي ليها تجهيزات خاصه جدا. مبدئيا كده في عيال جايه، فالبيت كله بيترفع 50 سم من على الارض تحسبا لاي مفاجآت، تحط على رف كده. ده اول اجراء. تاني حاجه بقى في التجهيزات انك بتلاحظ ان البيت بقى ووتر بروف. فجاه معلومه، اول لما تشوف السراير اتفرش عليها مشمع، والكنبه اتلف ببلاستيك، السجاده تكيس باكياس زباله، والنيش تكيس بالبابلز اللي بيفرقع ده، عارفه؟ الشريط الاصفر بتاع الجرايم بتاع القتل ده اتنصب في كل حته، داير ما يدور الريسبشن كده. افهم ان البيت ده دخله عيال. معلومه تانية، لما تفتح دولابك وتلاقي الكريستالات والتحف والفازات والانتيكات متكمرين بين القمصان والبيجامات، اعرف ان ده اجراء احترازي بيعلن عن وجود عيال صغيرين في البيت. ماما عملت كده، اتصرفت، دي ما بتجليش، وهم خلاص بقوا هرشين الحركه دي. الضيوف بقوا هرشين الحكايه دي؟ لا، الفازات والتحف والانتيكات هرشين الحركه دي. تلاقي الفازه داخله وسط الهدوم، سلام عليكم، هتلاقي الهدوم بيقولوا عليكم السلام عليكم وبركاته، ايه جايه في ايه المره دي؟ مهند وآية برضه، الفازه تقول لها لا جمانه وعبد الرحمن، خدني جنبك. فاهم يعني؟ هم عارفين العيال، حفظوا بعض، بقى في ما بينهم علاقه جوه الدولاب، العيال بره، زيارة زي الفل. كل الزيارات دي بقى كلها كوم، وتجهيزات الزيارة الكبيرة دي كوم تاني خالص. الزيارة الكبيرة العظمة كلها، زيارة الفار. الزيارة دي بالتحديد هي الزيارة الوحيدة اللي بتوقف البيت كله على رجل، حرفيا بيقف على رجل فعلا، مش مبالغة مني. بص بقى، في فار في البيت، يعني كل أفراد البيت لابسين شتوي، سواء كنا في الصيف أو في الشتاء، جزم بوت، ومدخلين البناطيل جوه، قاعدين مربعين رجليهم على الكنب والكراسي وماسكين سلاح. غير بقى الفخاخ والمصايد اللي مرشقه في كل حته في البيت، واللي بتفضل تتطور مع الوقت. يعني الاول يبقى ايه؟ في حته طماطم وحته جبنه لازقه جنبها، ماشي، بعدين تلاقي حته لانشون وصاعق كهربائي، بعدين نص كفته وطبنجه، بعدين فخ ضاني وشيك على بياض. اي حاجه، واحده واحده البيت بيتحول لوحده عسكريه. طول اليوم تسمع اصوات شد اجزاء وصويت وصريخ، وازاز بيتكسر ونجف بيقع ومرار طافح. احمد والنبي اقفل السيره دي، عشان انا بخاف اصلا. مش عايز اسمع الحكايه دي. لا يا ابني، انت الدنيا هنا تمام، ده بلاتو متامن، وانت في ايه يا ابني؟ ده بيت اخوك. ايه ده؟ احمد يا ماما، احمد. ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية، وجايبة علب وكياس، جايبة معاها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. عارف المول اللي في العاشر فيه كام دور مليان فاترين؟ بقى دي فيليه والجاكيت الجلد لوحده مقرب عالملايين. أما البوت فبصلوة كبيرة، بس هجيب لده كله منين؟ لازم اروح البلد الصبح اشوف الارض وابيع قيراطين. ما هو مش ممكن علشان نلبس نبقى كمان في الحيط لابسين. ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية، وجايبة شنط وكياس، جايبة معاها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. أدفع له ألوفات في شوية لبس وهلاهيل ولا تسواش. أسرق يعني ولا أتداين، ولا أروح وأسوي معاش؟ إلا كليك بكرة هطلعهم، وبيات شتوي يا إما بلاش. أسعار نار ملهلبة جيبي، وخلت برد الشتا ده ما جاش. مالها هدومنا قديمة وفلة، ألبس عرة ووفر كاش. ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية، وهدوم تبقى كوام. هو
هو الشوبينج ده غلطة، جاب لي مبادئ جلطة وخسرني المدام. طيب يا حبيبي هدخل اتفرج على كام حاجه بسرعه كده وارجع لك على طول. استني بس، طب ده محل حريمي، انا هعمل ايه لحد ما ترجعي؟ يا ابراهيم بقول لك هتفرج بسرعه يعني مش هتاخر. بص اقف هناك في منطقه الانتظار وانا 5 دقايق بالظبط وهرجع لك على طول. ماشي بس ما تاخريش. هي قالت لك هتشتري ولا هتبص؟ هي مين؟ مراتك. قالت لك هتشتري ولا هتبص بصة سريعة؟ احنا كلنا هنا مستنيين مداماتنا بيعملوا شوبينج ولسه ما خلصوش ومش عارفين هنمشي امتى. رحبوا بالوافد الجديد يا ولاد. اجيب لك بيجامه؟ لا دي قالت 5 دقايق وهتخلص يعني مش كلنا هنا مداماتنا قالت لنا 5 دقايق، وال5 دقايق دول ما بيخلصوش. عمك طلعت اللي نايم ده من يومين ما كانش مصدق زيك كده، اخر ما زهق نام واستريح. اجيب لك بيجامه؟ ايوه بس انا مراتي مختلفه، وبعدين دي قالت هتبص بصه يعني مش هتعمل شوبينج يعني. هتبص؟ يا ابن البصه دي سهم من سهام ابليس. انت عارف بصه الست على المحلات دي معناها ايه؟ معناها ان اللون حلو بس الموديل مش عاجبني، او الموديل حلو بس اللون مش على مزاجي، او اللون والموديل وحشين بس عليه 50%، او اللون والموديل والسعر حلوين لكن انا وحشة وتخنت. تبص يا ابني في ناس عمرهم كله بيضيع في بصة. عمك جاد ده مراته قالت له هبص واجي بعد 5 دقايق. شوف يا ابني من خبرتي في حكاية الشوبينج دي، أي واحدة اسمها سارة، فيفي، سالي، سمر، نهى، منى، مها، منال، فريدة، تفيدة، مروة، دينا، دنيا، سلمى، عصمت، صفاء، هناء، كل دول بيتأخروا في الشوبينج. يا ده انت قلت كل اسامي الستات يعني كلهم بيتأخروا؟ لا، لو في واحدة اسمها عبد الشافي احتمال ما تتأخرش، خبرة. طب تصدق بقى ان انت شكلك وحش قوي دلوقتي؟ ليه؟ سارة جاية اهي وكل اللي انت قلته ده طلع بلح. ما هتيجي بس مش معنى انها تيجي انها خلصت. الله، ما هي جاية اهي. معلش يا حبيبي خلي الشنطه دي معاك، هدخل اقيس حبه حاجات واجي بسرعه. تقيسي انت مش قلتي هتبصي بصه بس وخلاص مش هتشتري؟ لا ما انا مش هشتري، انا بس هقيس حبه حاجات عجبتني هشوفهم حلوين عليا ولا لا، مش خسرانين اي حاجه. بص 5 دقايق وهاجي على طول، 5 دقايق بس. قالت لك هتبص بصة؟ ها انت مكسوف من الشنطة، ما تتكسفش، احنا رجالة زي بعض. اجيب لك بيجامة؟ بيقولوا اللحمة غليت بقت ب 150 قرش، مش عارفين لما نخرج من هنا هنعمل ايه. يلا يا لؤي انا خلصت. لؤي؟ انت اسمك لؤي؟ انت مين؟ ايه لؤي في ايه؟ مراتك. يا انت كبرتي قوي، وحشتيني. يلا هاتي الشنطه وحسن عشان نحاسب. يلا. عن اذنكم يا رجال، اشوف وشكم بخير، انا همشي. مع السلامة يا رجال. خلي بالك من نفسك يا استاذ، ربنا يهون عليك مدتك ويبعد عنك السيل عشان ترجع لبيتك اوام.
مع السلامة. مع السلامة. تسيبناش يا حاج لؤي، تسيبناش يا حاج لؤي. ما تخافش يا عم جاد، أنا راجع. المدام أكيد هتحتاج تغير مقاس أثناء ال 14 يوم اللي في الريسيت. أنا راجع. مع السلامة يا عم جاد. مع السلامة. مع السلامة يا راجل يا طيب. الزمن الطيب جاي، الزمن الطيب جاي. ايه الافواره دي؟ قالت لك هتشتري ولا هتتفرج؟ اجيب لك بيجامه؟ دكتور عطيه اتاخر ليه يا جماعه؟ احنا مكلمينه من 5 ساعات. في ايه يا منى؟ راجل كبير عمره 80 سنة اتأخر شوية، في ايه يعني؟ يا بابا الولد تعبان جدا واحنا محتاجين دكتور طبيعي. وبعدين دكتور عطية ده كبر قوي خلاص، ده موت 5 من العيلة لغاية دلوقتي. يعني كفاية يا عم اللي ساب بطنه مفتوحة وخد بعضه ومشي. بينسى، انت نفسك بتنسى. وبعدين ده راجل كبير عمره 80 سنة، مخه ايه دفتر؟ وبعدين فيها ايه كده يعني لما ساب بطن عمك مفتوحة؟ ها؟ اقتله؟ لا اقتله؟ لا خالص، نشوف دكتور تاني، ما هو اصله مش فرض علينا يعني. ابدا، دكتور العيلة هو دكتور العيلة، انا بستأمنه. دكتور العيلة مش هغيره ابدا. اهو دكتور عطية جه. اهلا اهلا يا دكتور، اهلا. ايه ده؟ انا جيت في وقت مش مناسب. اصل شكلكم كده مريحين. لا انا اروح. لا يا دكتور، ما جيتش في وقت مش مناسب ولا حاجه، انت جيت متاخر 5 ساعات بس. ايه؟ ما جيتش في وقت غير مناسب. ها؟ ابننا محمد اللي تعبان قدامك اهو. محمد مين؟ محمد ابن منى بنت احسان الكبيرة. مش فاكرها؟ احسان وحشتني، بقالي 20 سنة ما شفتهاش الكلبة. لا انا احسان تعيش انت بقى، ماتت من 20 سنة. الله يكحمها، ما كنتش احبها خالص. يا دكتور، يا دكتور ابننا تعبان يا دكتور، تعبان. تعبان؟ طب انتوا جايبين انا ليه؟ عشان ارقيه؟ تعال يا حبيبي ارقيك، تعال يا حبيبي. انت بتعمل ايه يا دكتور عطية؟ يا دكتور عطية انت سامعني؟ اللي تعبان قدامك اهو، مش ده. انت بتزعق لي وبتعلي حسك عليا عشان انا كبرت. يبقى انتوا زهقتوا مني، انا اسيب لكم البيت وامشي. لا 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 لا، مش طالبه دراما خالص. اكشف على الواد ابوس ايدك. وبعدين فين شنطتك؟ اهي. هي دي الشنطه اللي فيها حاجات الكشف بتاعتك؟ لا دي فيها الغيارات بتاعتي. اصل انا بعت البنت اللي بتغسل تجيب لي غيارات من عند عمر افندي. يا منى خدي غيارات الدكتور وديها عند المكواجي. ايه مكواجي العيلة. يا عمي قلت لك نشوف دكتور تاني، لازم دكتور العيلة. دكتور تاني؟ يبقى يا ريت يفهم في المفاصل، لان الروماتيزم مبهدلني قوي. يا دكتور يا دكتور ابوس ايدك اكشف على الولد هيروح مننا. يروح فين دلوقتي؟ الوقت متاخر ومفيش ولا اوتومبيل في الشارع. يبقى نكشف. ما يروحش. لا ما يروحش. تعال يا حبيبي قول الله. ما انت كويس وزي الفل. ده انا ما اعرفش اقول حلوه زيه كده. قول تاني كده. الله البيجامه دي حلوه قوي. ده اللي تعبان يا دكتور، ده اللي تعبان يا دكتور. لا يبقى روح له بقى. اروح له. ثواني اسيب العشاء هنا. تعالى انا هاجي. لا انا اتكسف. خليها تغطي شعرها، ما اقدرش اكشف. ده مش عارف اذا كان واحد ولا واحده. ولو برضه مننا وعلينا دكتور العيلة. محدش يكشف غير عند دكتور العيلة، ولا يتجوز غير عند مأذون العيلة، ولا يحلق غير عند حلاق العيلة طول ما انا عايش. فاهمين؟ دكتور عطية، يا دكتور عطية. الله اللون الازرق ده حلو قوي، ذوقكوا جميل. وحياتك يا دكتور اكشف على الواد. واد؟ وانتوا عمركم شفتوا عيال؟ فين عيالنا بتوع زمان؟ كنت تمسك العيل كده
لا 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 لا، بلاش جو الصعبانيات والحنين الى الماضي ده. ابوس ايدك ابوس ايدك، اكشف وخلصني. يا تامر خليه يشوف شغله. انا نفسي يشوف شغله، نفسي يشوف شغله. انا كمان نفسي اشوف شغلي، بس انا ما بقتش بشوف خالص. عشان فين النضارة؟ على وشك النضارة، على وشك. وانا كنت غلطت فيك علشان تقول وشك بالاداء ده. يعني النضارة على وشي وانا مش شايف، يبقى احنا وصلنا للزمن الوحش. انا عجزت. لا عجزت يا سعيد. لا 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 محمود، الله يرحمك يا محمود. عجزت وما بقتش بشوف والنضارة على وشي. معلش انا هموت واريحكم مني. انا هموت هنا واريح. لا انا هخش الحمام. حمام ايه يا دكتور؟ الحمام خربان بقاله يومين. ليه يا منى ما جبتوش ليه حنفي السباك، سباك العيله يشوفه؟ دكتور العيلة على سباك العيلة. على فكرة بقى، سباك العيلة ده بقاله يومين بيصلح في الحمام وما عملش حاجة. ده من امبارح مش عارف يطلع من البانيو. أما حنفي في ايه يا حنفي يا سباك؟ انا مليت نفسي. ايه ده؟ الله، ده ايه الفله دي؟ لسه مخلصه تنظيف البيت حالا، مش قادره هموت. تسلم ايدك يا بيبي. فين ياسين؟ ماما بص جبت ايه؟ القرف ده سكيت بورد. اهلا وسهلا. وده جاي يعمل عندنا ايه ان شاء الله؟ مين جابهولك؟ ده بابا. بس يا ولد. انت؟ انت يا ايمن تعمل فيا كده؟ ايه؟ لا. وفين؟ في بيتي؟ لا ما انت كده فاهم. وامتى؟ فاهم. يوم التنظيف؟ في بس ليه يا ايمن؟ الولد عملت فيك ايه؟ مش حاجه. ليه؟ ليه يا ايمن؟ ليه؟ صلي على النبي عشان الولد يركبه. عشان اركبه. وبالنسبه لتعبي والشقايه والتنظيف والشقه اللي بتلمع دي، لا مش هينفع. لا هينفع. ما هو احنا بقى ايه، هنشيل العفش ونلم السجاجيد ونرجعهم تاني. بابا هيشيل العفش ويلم السجاجيد، بعدين هيرجعهم كلهم زي ما كانوا. اللي هيقرب من الشقه دي هيدفن مطرحه. انا لسه مخلصه تنظيف وتلميع وشاربه ربع ديتول وجدعه قوي وما بيهمنيش حد. انا يا قاتل يا مقتول. ما تخافش. ايه يا بيبي؟ ايه الرخامه دي؟ الرخامه دي في ايه؟ ده احنا هنلعب شويه ونرجع كل حاجه مكانها. هينفع والله العظيم هينفع. لا بلاش دخلة رشوان توفيق والرعشه دي، مش هتاكل معايا. بلاش والنبي يا اخويا الحركات دي معايا. طب وافقي. طب تعالي يا هلا، تعالي وانا اجيب لك حاجه حلوه. تعالي وانا اجيب لك عصاره الفواكه اللي نفسك فيها. بذمتك 5 سرعات؟ 6 سرعات. 4 لتر. 4 لتر؟ لا 6 لتر، وكمان بتشيل بذرة بطيخ. خليهم 7 لتر. 7 لتر، وكمان معاها مقشرة الجزر الرهيبة. ديل، بس كل حاجة ترجع زي ما كانت. ديل. يلا بينا يا ياسين. يلا. سوري يا بابا انا اسف. تلاقي امك اللي جايبهولك. لا ده بابا اللي جايبهولي. اتكل على الله يا ابني من هنا. انت اقسم بالله هفسلك العجل لو انت مش نافع معايا. لا مش هينفع. لا هي المانجا اللي هتظبط لي هرموناتي. صبرني يا رب، صبرني يا رب.
السكيت بورد ده سخيف جدا وعمري ما هعرف اركبه. ازاي يعني اقف على خشبه بعجل ومن غير ما اقع؟ انا عارفه يا اخويا، اهي بلاوي بتتحدف علينا. ماله بنك الحظ؟ ماما انا هروح اقول لبابا. ربنا يبارك لك يا حبيبي. ماما ينفع نادي سيد يلعب معانا؟ مادام انت وسيد هتلعبوا في البيت من غير ما تبوظوا اي حاجه ومفيش سكيت بورد، هات اللي انت عايزه. نادي سيد فورا. سيد تعالى. لا احنا الظاهر جينا في يوم غلط. ده في مظاهرات مدرسين اللي هم بيطالبوا بالكادر وهيعملوا قلق كادر ايه يا مجدي؟ دول الناس جايين عشان يقدموا لاولادهم في KG1، جايين ياخدوا الدوسيهات. كل دول؟ واضربي بقى الدوسيه في 1500. ده تمن شقه في حدائق الاهرام بالعداد. والله العظيم سبوبه عنب، ده احنا بنتليف رسمي. مجدي بقول لك ايه، بطل برطمه. المدرسه دي احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. بودي ابن باكينام، مودي ابن نيفان، لودي ابن باتيناج، كلهم في المدرسه دي وبيشكروا فيها قوي. طب احنا ما ندخلوش ليه مدرسه من الحاجات العاديه اللي خالد ابن الوليد عادي؟ مجدي بص انا هسكت خالص. انا داخل في 250,000 جنيه دوسيهات لحد النهارده، ودين اللي اخصمهم من مصروفه ومصروف عياله 70 سنه قدام. مستر سولي، يلا حبيبي، عايزك تركز في الانترفيو. ها ربنا ينولها لك يا ابني. صباح الخير. مين فيكو سولي؟ هو ده يا فندم. حضرتك انا عارف ان الولد هو سولي، انا عايز اسمعها من بقه. وبعدين ايه ده؟ احنا مش قلنا تيجوا لابسين بدل غامقه؟ ليه لابسين فاتح كده؟ يا فندم احنا جايين نقرا فاتحه. احنا جايين نقدم للولد في الحضانه، فعادي يعني ما تضايقهاش يعني. مجدي انت مامته وهو باباه مش كده؟ ما شاء الله، شوفي لماح قوي فرنسا. طيب استاذنكم في السي في؟ اتفضل. سليم مجدي سلامه. قول لي يا سولي يا حبيبي، انت عندك خبرات في ايه؟ لا يا فندم، هو خبراته كلها في الخليج، يعني هو ما اشتغلش في مصر كتير قوي. معقولها يعني؟ اصل الطفل عنده 4 سنين، من طفل جاي يقدم في حضانه، يعني يحل مساله توصيل، يحل عننا شويه عن البيت، نقعد. مجدي سيب الاستاذ يشوف شغله. اتفضل يا فندم اتفضل. قول لي يا سولي يا حبيبي، تتكلم لغات؟ انجليزي، فرنساوي، او حتى الماني؟ لا بص حضرتك كده انت جيت له في منطقته بقى. يعني هو في البرتغالي مجرم، وعنده شويه فارسي كده على لاتيني خفيف مع بعض. اصل الطفل في السن ده يعني ممكن تساله مين صديق سبونج بوب الصدوق، الصنفور المحبب لقلبك، حاجات كده في المنطقه دي ولا ايه؟ ما هو لو كان بيتكلم لغات ونبغه كده كنا بعتناه ناس او وفرنا القرشين. طب حضرتك لو اتدخلت تاني في الحوار ما بيني وما بين سولي انا مضطر الغي الانترفيو وارفض الولد نهائيا. مجدي لو سمحت عايزين نخلص، ده رابع انترفيو نروح ونترفض عشان زعبيبك دي. حاضر هسكت. ده ناقص يقول له شايف نفسك فين كمان 5 سنين. طب قول لي يا سولي يا حبيبي، انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ في 3 ابتدائي يا فندم. هيبقى كمان 5 سنين في 3 ابتدائي، ما هو بالعقل. مجدي الولد لو ما اتقبلش هتبقى انت السبب في تضييع مستقبله. قول لي يا سليم يا حبيبي، ايه هي نقطة ضعفك؟ الكتاكيتو يا بيه. الكتاكيتو، عارف حضرتك ده ممكن ياكل علبتين وهو قاعد، كلب كتاكيتو. معلش كنت عايزه اسال حضرتك يعني عن النظام والمصاريف وكده، بس بقى يا مجدي بس ارجوك. بالنسبه للنظام احنا مش بس حضانه، احنا حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي، والمصاريف عندنا بتبقى 45,000. 45,000 حضانه وابتدائي وثانوي؟ ده حلو جدا. امال الناس بتشتكي من التعليم ليه؟ خلاص انا اشتريت يا فندم. 45,000 في السنه، ده غير شامل الباص واليونيفورم والكتب والزينه والجليترز، وبتزيد طبعا حسب المرحله العمريه او حسب الظروف. ايه 45,000 في السنه؟ ليه؟ ما اجيب فيرنا يقلبها تاكسي ونشغل الواد عليها وخلاص ويلم مصاريفه وخلصنا. اصل دي احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد، دي فيها مودي وبودي ولودي. ما دام فيها بودي يبقى خلاص طبعا. طب بقول لحضرتك ايه، ما ينفعش حضرتك تعمل لنا حاجه كده ب 25,000؟
بمعنى؟ يعني بص اقول لك يا فندم، انا امكانياتي كلها دلوقتي 25,000. ممكن نظبط حاجه مع بعض، يعني مثلا الولد يجي 3 ايام في الاسبوع، يبقى بارت تايم كده عندكم. ممكن يشتغل ببقيه الفلوس، يلم الورق من الحوش، يرن الجرس، ينظف الحمامات ويسترزق برضه. ينفع معاك كده يا فندم؟ لا والله كده تخسر معايا، ده ما يجيش حق الساينس حتى. لا معلش، هي مش الساينس دي، هي العلوم ولا الساينس اغلى؟ إيه ده؟ هي العلوم عادي، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي. حلو، شيلوا الجهاز التناسلي يا فندم. لا قصدي يعني شيل الجهاز التناسلي من المنهج بتاع العلوم وتمشي كده، ونخصم الباقي. وشيل الماث، وانا اجيب له آلة حاسبة كاسيو كده نص عمري ماشي نفسه بيها. والدين كده انا باخده معايا صلاة الجمعة. ها يا فندم، ربحانة معاك؟ لا والله ما تمشيش، بس انا هعمل معاك واجب. انا هاخد منك ال 25 دلوقتي وال20 كمان شهر. ميرسي جدا يا فندم، كتر خيرك. انتوا فعلا احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. اتفضل قوم وريني هتلم بقيه المصاريف ازاي. انا عارف هلم ازاي بقية المصاريف. يلا يا سولي، ركز معايا يا حبيبي واسمعني كويس. لما يقول لك خبراتك ايه، هتقول له انا خبراتي كلها بره مصر. وبالمناسبه سيادتك لو محتاج اي تاشيرات فيز شنجن انا تحت امرك. حسابنا كده 200 جنيه. انترفيو زي العسل ان شاء الله. المكان ده حلو يا حبيبي؟ كويس. تحب تبدلي معايا؟ لا. الهوا مش جامد على خدودك؟ لا. الندى مش نازل على رموشك؟ لا. القمر طب مش عاكس في عينيكي؟ لا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا شرقت. اللهم اني اسالك رد القضاء، اللهم اني اسالك رد القضاء. ليه يا ربي كده؟ ليه يا ربي كده؟ ده ابتلاء، ده اختبار من ربنا. يا ريتني كنت انا، يا ريتها كانت شرقتي. كده حلو. الحمد لله. اللي بيفكريني نذبح حاجه ولا اقول لك؟ لا انا هعمل ريمايندر. ثانيه واحده. المنيو يا فندم. ها، تشرب ايه يا حبيبي؟ نشرب حاجه دافيه بقى عشان خاطر الكحه الوحشه دي. ممكن. اوعي تتحركي. اوعي. هموشة كانت على راسك يا حبيبي. وده يديك الحق انك تكلمني بالطريقه دي؟ انا تقول لي اوعي، لا وكمان تقول لي انا مش قادره اصدق. اعتذارات الدنيا كلها مش هتعبر عن اسفي في اللحظه دي. انا عملت كده عشان خايف عليكي من الهموشه. انت عارفه الواحد مش بيجرح قوي غير لما يكون بيحب قوي. ها يا حبيبي، تحب الشاي بتاعك يبقى بلبن ولا ساده؟ انا من غير تدخل مني ولا تحكم شايف ان اللبن افيد. ولا تحبيه ساده؟ ساده 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 ساده. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1. لكلام الحب التافه اضغط رقم 2. للزيارات العائلية اضغط رقم 3. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1. لكلام الحب التافه اضغط رقم 2. للزيارات العائلية اضغط رقم 3 أو اضغط 0 للمساعدة.